تعرض للطرد والخيانة من قبيلته، لكنه فضل يدور يا أصدقائي لحد ما وصل لطاقة التنين اللي محدش بيقدر يوصل لها. لكنه بعد ما حصل على طاقة التنين الذهبي بنفسه أصبح مطاردا من قبل الجميع. ودلوقتي الدور على لو هاو ان هو يحارب كل الممالك علشان يرد انتقام للي طردوه واهانوه وطردوا عيلته من المملكه. هو ده بالظبط اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحكايات الجامده اللي جايه. وعايز افكرك قبل ما نبدا برضو ان احنا عندنا قناه اسمها انمي رايق بينزل عليها كل الانميات الحصريه اول باول وقبل اي حد ما ينزلها. كمان هسيب لك اللينك بتاعها في الوصف وكمان في اول كومنت. روح هناك واشترك في القناه وفجر زر الاشعارات علشان توصلك كل الحلقات اللي جايه اول باول. ويلا بينا نبدا في حكايتنا النهارده. في قاره شوانشي الفنون الدفاعيه والقتاليه بتبقى المهيمنه. الاقوياء ما بيحترموش الضعفاء، وعلشان تصمد وتعيش لازم تكسب قدرات الدفاع عن النفس. حتى اكتساب القدرات دي مش شيء سهل، وده بسبب وجود نوعين من فنون الدفاع، واحده منهم عاديه والتانيه تراثيه. فنون الدفاع العاديه بيندرج تحتها 8 مسارات، اما فنون الدفاع التراثيه نادرة جدا ومفيش حد بيقدر يستخرجها من طاقته. قصتنا بتبدأ مع لو هاو اللي بيبقى واضح عليه الضعف والتعب لدرجة عدم قدرته على رفع كوباية المية حتى. تعالوا بقى نعرف ايه اللي حصل معاه ووصله للمرحلة دي اصلا. من شهر تحديدا لو هاو قدر يستخرج 5 قنوات او مسارات من فنون الدفاع العادية، وبسببها بيبقى واحد من اقوى اللي موجودين في البلد، كمان اقوى فرد في العيلة. ولكن في يوم من الايام اكتشف واحد من الشباب اللي بينتموا لنفس عشيرته اسمه شياو وهو بيتعدى على بنت مسكينة. هنا كان لازم لو هاو يتدخل وينقذها، علشان بعد لحظات يكتشف ان ده كان مجرد فخ وقع فيه، واللي مدبره يبقى كبير العشيرة بتاعته تيان. وكل ده لانهم كانوا حاسين بالغيرة من تطوره الملحوظ. طبعا بما ان البنت طلعت معاهم قالت ان لو هاو اللي اعتدى عليها، وعلشان كده العشيرة قررت تسحب من لو هاو قدراته وينفوه خارج العشيرة نهائيا. علشان كده بنشوف لو هاو دلوقتي لا حول ولا قوة. بنرجع مرة تانية للوقت الحاضر، ولو هاو بيتلقى رسالة من الشخص الوحيد في العالم اللي لسه مهتم بيه، وهي ديا. بتقوله في الرسالة ان هيجي وقت وروحه تتحول لتنين قوي، بس لازم ما يحسش باليأس لحد الوقت ده. لو هاو بيبقى عايز يستجمع قوته علشان يقف في وش تيان وكمان يقف في وش شياو، ولكنه ما بيكونش عارف يتصرف ازاي. في البداية بيبقى لازم يسيب مدينة تيان كوي، وده لان كل اللي موجودين فيها شايفين ان هو عدو ليهم. علشان يسيب المدينة بيكون لازم يلاقي شوية أسلحة علشان يدافع بيها عن نفسه، ولما بيروح بيلاقي ان تكلفة الأسلحة دي غالية جدا. بيحاول ساعتها يلاقي سلاح أرخص، ولكنه ما بيلاقيش غير شياو ومعاه مجموعة من الجنود. شياو بيكون فاكره ميت وبيتفاجئ بوجوده كمان، وبيأمر جنوده ان هم يقبضوا عليه فورا. شياو بيكلم لو هاو وبيقول له ان هو لو فاكر ان هو هيسيبه يأذي حد من العشيرة يبقى غبي، وبيطلب منه يعتذر له كمان. ولكن لو هاو بيرفض لان الشخص اللي المفروض يعتذر للتاني هو شياو. وبسبب كلام لو هاو شياو بيتعصب وبيبدأ يضرب فيه بكل قوة، ولو هاو ما بيقدرش يقاومه. من شدة ضربات الشياو لو هاو رجله بتتكسر وبيغمى عليه. لو هاو بيتأمل من جواه وبيكون شايف ان هو اوشك على الموت، بس لا، بيبدأ يسمع صوت التنين والكسر بتاعه بيبقى سليم من جديد. هل المستحيل بيحصل؟ لو هاو من سلالة التنين وهيقدر فعلا يستخرج فنون الدفاع التراثية؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. لو هاو ساعتها بيفوق من جديد، ولكنه المرة دي بيبقى أقوى بكتير. شياو بيحاول يقتله ولكنه بيتفاجأ إن لو هاو تفادى ضربته. مش بس كده، ده كمان ضربه ضربة قوية بيوقعه بيها على الأرض علشان بعدها يخلص عليه بالسيف الرخيص اللي اشتراه من المكان. لو هاو بيقول لشياو إن الضربة دي من أجل جده تيان قائد العشيرة، وبسبب خيانتهم ليه وخداعه. الأخبار على طول بتوصل للجد تيان وبيدخل في حالة من العصبية. بيبعت رجالته علشان ينتقم من لو هاو. لو هاو في الوقت ده بيبقى في الجبل بيتأمل وبيحاول يجرب تحولات التنين الذهبي اللي بيبقى عددهم 9 تحولات، واللازم يستخرجهم كلهم علشان يستخدم فنون القتال التراثية بشكل كامل. في نفس الوقت بيحاول يسترجع فنون القتال العادية، وبعد لحظات من التأمل بينجح في الوصول للمستوى الثاني. لو هاو بيبقى عارف ان اي شخص عنده فن واحد من الفنون التراثية بيبقى اقوى من شخص عنده 5 مستويات من فنون القتال العادية، وبكده لو هاو بيعرف ان لو واجهته اي مشكلة في المستقبل هيقدر يستخرج مستويات فنون القتال التراثية. في نهاية التأمل لو هاو بيبقى متأكد ان هو هيقدر يهزم الجد تيان ويقتله قريب جدا. بالليل لو هاو بيخرج في جولة بين الجبال والغابات علشان يحسن من مستواه، وفي جولته بيقابل ذئب القمر اللي قوته بتبقى مساوية لقوة محارب
محارب من المستوى الثالث، وبدون اي تردد لو هاو بيهجم عليه وبيقتله بضربة واحدة بس من سيفه. وعلى الرغم ان مخالب الذئب ضربت في لو هاو الا ان جسمه اصبح اقوى وما حسش بيهم. واثناء وجوده في المكان بيظهر من وراه شياو ومعاه مجموعة من المقاتلين، وبيقولوا ان هم بعتوا خبير من المستوى الرابع لمدينة تيانكوي وهو اللي انقذه. بعدها بيؤمر المقاتلين يهجموا على لو هاو لان في مكافأة كبيرة عليه. المقاتلين بيبقوا خايفين لانهم لسه شايفين لو هاو وهو بيقتل ذئب القمر القوي جدا، وما بيكونوش عايزين يهجموا عليه. ولكن لما شياو بيضرب واحد فيهم وبيقول لهم يشوفوا هو هيقتله ازاي، شياو بيبدأ يهجم على لو هاو والتاني بيرد عليه الهجوم. ولكن طبعا هجوم لو هاو بيبقى اقوى وبيقدر يخترق اسلوب شياو وبيهزمه. لو هاو بيقرب من شياو بيقول له ان هو سابه يعيش مرة تانية، ولكن دلوقتي مش هيسيبه. وعلى الرغم ان شياو بيترجاه يسيبه عايش الا ان لو هاو بيضربه ضربة قاتلة قدام اتباعه اللي جايبهم علشان يقتلوه. طبعا كل اللي موجودين بيركعوا تحت رجل لو هاو وبيترجوه علشان يسيبهم على قيد الحياة. لو هاو بيقول لهم ان هو هيعفو عنهم بس لازم يقولوا له عن اللي بيحصل مع المقاتل من المستوى الرابع واللي بيكون سيد العالم السري. لو هاو بيعرف ان قائد العشيرة اكتشف ارض مباركة جديدة ممكن تشيل 100,000 شخص، وعلشان كده بعتوا سيد العالم السفلي من المستوى الرابع علشان يسترجع كل الغرباء عن العشيرة لمدينة تيانكوي. الغريب بقى ان هو بيعرف ان هم بيحاولوا يوصلوا لمكان اسرته علشان يمنعوهم العودة، واللي لو هاو بيعرفوا ان اسرته ماتت في مهمة قديمة. لو هاو بعدها بيتكلم عن العوالم الاربعة وانهم مع بعض مكونين مكان سري اسمه العالم السفلي، والمكان ده من المستوى الرابع، واي شخص بيدخل للعالم ده بيبقى من كبار الاقوياء في الامبراطورية كلها. واللي المفروض لو هاو يعمله ان هو يستخبى من المقاتل ده، ولكنه مش هيعمل كده لان الموضوع مرتبط باسرته ووفاتهم ولازم يحقق فيه. لو هاو بيرجع لمكان مولده واول عشيرة بيبقى موجود فيها مع اهله، وهناك بيشوف شباب من نفس الجيل كان يعرفهم وهو صغير، كلهم كانوا بيتنمروا عليه الا بنت واحدة وهي لوكسير اللي لسه بتدافع عنه لحد دلوقتي. لو بيفضل يراقبهم من بعيد وبيسمع كلامهم عنه، وبيعرف ان زمان في شخص اسمه سونجي خدع ابوه واخد منه مية التنين الذهبي واداله مية مزيفة، ولما والد لو هاو اكتشف الموضوع ده راح علشان يقتله، ولكن سونجي قدر يهزمه هو واخواته، وبسبب ده اضطر والد لو هاو ان هو يسيب العشيرة. بيعرف كمان ان سونجي بعت اشخاص حاليا علشان يقتلوا لو هاو. لو هاو كده بيعرف ان الشخص اللي عايز يقتله من العشيرة الاساسية ومش هيقدر يواجهه دلوقتي ومحتاج يطور قوته اكتر. بعد شهر ونص بقى من كل اللي حصل ده بنشوف لو هاو في اسواق مدينة تيانكوي الخارجية. لو هاو بيتساءل مع نفسه عن قوة التنين الذهبي، وانه المفروض كان بعد ما يكسب اي قتال يكتسب قدرة معينة، لكنه مستغرب ان هو لحد دلوقتي ما اكتسبش اي حاجة. واثناء جولته في السوق بيلاقي اعلان عن عشيرة شونشين، وبيعرف ان هم بيدوروا على تلاميذ، وبيكون شايف انها فرصة حلوة علشان يطور من قدراته وبشكل اسرع كمان. وقبل اي حاجة بيلاقي مجموعة من المحاربين بيطلبوا منه يتعاون معهم علشان ينضم للقبيلة، ولكن لو هاو بيقول لهم ان هو من المستوى الثاني والقبيلة طالبين اقل حاجة المستوى الثالث، وبيكون خايف عليهم احسن يأثر على مستواهم، ولكن ما بيهتموش بمستواه. بالليل الفريق بيكون معسكر في الغابة، وبيلاحظ ان في 2 في الفريق شكلهم غريب. فعلا بيبقى الصادق لانهم بيكونوا ناويين على الغدر وبيهجموا على واحد من الشباب، لكنه بيقوم بسرعة وبيبعد عنهم بطريقة سريعة جدا. لو هاو بيعرف ان الشاب ده من اسرة كبيرة وفي مكافأة كمان على قتله. كمان بيبقى شايف ان الاتنين دول من المستوى الرابع واقوياء جدا، بيبقى حاسس ان حياة الشاب ده في خطر، وفي نفس الوقت الشاب ده بيبقى خايف على لو هاو لانه مش عارف قدراته وبيكون عايز يحميه. الاتنين المجرمين بيهجموا على الشاب، لكنه بيتفاجأ ان لو هاو بيساعده وبيصد الهجوم بتاعهم. المجرمين بيستهونوا بلو هاو وبيضحكوا عليه، ولكن ضحكهم ما بيستمرش كتير، وده لانه بيقتلهم على طول بكل سهولة تحت نظرات اندهاش من كل اللي موجودين. البنت اللي بتبقى معاهم بتبقى خايفة جدا وبتقرب من لو هاو علشان يطمنها، وفعلا بيقولها ان مفيش داعي للقلق وانه مش شخص شرير، ولكن للاسف لو هاو ما كانش يعرف ان هي الشخص الشرير. البنت ساعتها بتخرج الخنجر وبتهجم على لو هاو، وبنعرف بقى ان المجرمين دول من الرجاله بتوعها وانها قويه جدا ومن المستوى السادس كمان. ولكن بعد دفاع لو هاو عنه وبعد ما قتل 2 الحراس بتوعها قررت تهجم عليه بنفسها. البنت بتبقى قوية جدا ومن المستوى السادس. هنشوف لو هاو هيعمل ايه، خاصة ان هو لسه ما استخرجش طاقة التنين الذهبي اللي جواه. البنت ساعتها بتبدأ الهجوم على لو هاو، وبيبقى هجوم قوي جدا لدرجة ان الشاب اللي معاهم بيطلب منه يهرب ويسيبه يموت، لكن طبعا لو هاو بيرفض
وبيفضل واقف للمواجهة، بس البنت بتضربه ضربة قوية وبترميه على الأرض. لو هاو بيبقى فاكر ان هو خلاص هيموت هنا، خاصة ان هو مش هيقدر على واحدة من المستوى السادس في فنون القتال، وفعلا بيفضل متمسمر كده مكانه مستني الضربة القاضية. لكن اول ما البنت بتقرب منه وبتكون على وشك انها تقتله بالخنجر بتاعها، ساعتها طاقة التنين بتظهر وبيضربها ضربة واحدة بس بيقتلها بيها. الشاب ده بيبقى منتهش ان لو هاو قتل واحدة من المستوى السادس بضربة واحدة بس، ولو هاو بيفرح ان هو اخيرا وصل للمهارة الاولى من مهارات التنين التسعة. بعد شوية لو هاو بيقعد مع الشاب وبيعرف ان اسمه جو تشان، وبيعرف كمان ان المكافآت دي علشان عيلته هي اللي حطها وعايزة تتخلص منه. من اليوم ده لو هاو كون صداقة مع جو تشان، وتاني يوم بيروحوا علشان ينضموا لعشيرة شوشين وبينجحوا في الاختبار الأول. جو تشان بيبقى مستواه هو المستوى السابع، ولكن لو هاو بيقول له انهم قدروا مستواه ان هو في المستوى الخامس بس. جو تشان ساعتها بيستغرب جدا لان لو هاو قوي جدا زي ما شافه امبارح، ورغم ده فهم مقدرين قوته من المستوى الخامس بس. ورغم التنمر اللي لو هاو بيتعرض له من الاشخاص اللي تصنيفهم اعلى في فنون القتال العادية، إلا إنه بيرفض يقول لأي حد إنه يمتلك فنون القتال الموروثة. المقاتلين كلهم بيوصلوا للمرحلة الأخيرة من الاختبارات، وبتكون منافسة بينهم على منحدرات عالية جدا. المطلوب من 6000 مشترك إن هم يسيطروا على 1000 منحدر من الموجودين، واللي هينجح في ده هينضم للعشيرة دايركت. الكل بيجري بسرعة علشان يسيطر على المنحدر. جوتشن بيقدر يستقر على منحدر وبيقدر يهزم المتنافسين اللي بيهجموا عليه، ولكن بعد فترة من الزمن بيكون لازم يصمد على قد ما يقدر، ولكن بيبدأ يحس بتعب شديد من كتر المتنافسين. فعلا جوتشن بيكون تعب جدا، وده بعد ما قضى على 9 من المنافسين. ولكن الغريب ان هو لما بيبص على لو هاو بيلاقي كومة كده من المتنافسين تحت رجله بعد ما قضى عليهم كلهم بكل سهولة، وسيطر كمان على المنحدر بتاعه. جوتشن اللي بيبقى خايف على لو هاو وكل شوية يطمن عليه، بيعرف ان هو وحش كاسر محدش يقدر عليه اساسا. وبعد نهاية وقت الاختبار، القائد بيطلب من ال1000 مشترك اللي نجحوا في السيطرة على المنحدرات ان هم ينضموا للمسرح علشان يعلنوا انضمامهم للعشيرة، ولكن بعدها بيتفاجئوا ان في اختبار تاني علشان يصفوا ال1000، والاختبار التاني ده هو الجسم المقطوع، واللي هينجح فيه هيتأهل. الاختبار بيبقى عبارة عن شوية عقبات في المنحدرات بتاعتهم، حرارتها بتزيد وبتبدأ تتدمر ولازم يفضلوا صامدين عليها. الكل بيفضل يقع واحد ورا التاني. جوتشن بيبقى خايف على لو هاو وبيبقى فاكر ان هو مش هيقدر ينجح، وبيفضل يدعي ان هو يقدر يبقى ثابت شوية، لكنه لما بيبص عليه بيلاقيه نايم على المنحدر وزهقان وناقص يشرب شوية شاي كمان. وفي الاخر بيتبقى 500 شخص بس، ودول بينضموا للعشيرة رسميا. لو هاو بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه ناجح في الاختبار. بعدها اللي نجحوا بيسافروا على مكان العشيرة، وبيعرفوا من القائد ان هيتم اختيار تلاميذ داخلين وتلاميذ خارجين، والكلام ده هيحصل بعد 3 شهور. لازم يثبتوا نفسهم كويس ويتدربوا بكل قوتهم في الفترة الجاية دي. طبعا التلاميذ الداخليين دول بيبقوا افضل، وده لانهم بيتمرنوا تحت ايد معلمين مشهورين، انما الخارجيين بيعتمدوا على نفسهم وكمان بيشتغلوا بايديهم. طبعا لو هاو بيبقى عايز يبقى من الطلاب الداخليين في الاول. لو هاو بيروح الاوضه بتاعته وبيقابل شريكه اللي بيبقى مجنون شويه وخايف منه على الاخر، وبيقول له ما يقربش منه نهائيا. بيكون حاسس ان هو موجود في اغرب اوضه في العالم كله. تاني يوم لو هاو بيخرج علشان بيسمع صوت دوشه، وبيلاقي مجموعه بتضرب شاب ضعيف، ولما بيسال عن السبب بيعرف ان طالب من المراحل المتقدمه اسمه نينج بيجي كل سنه علشان ياخد هديه ترحيب من الطلاب الجدد، وان الطالب اللي بيتضرب ده رفض يديله هديه علشان كده بيتعامل معاه بكل قسوه. لو هاو بيقرب من الخناقه شويه وبيلاقي ان اللي بيتضرب ده يبقى زميله اصلا في الاوضه، وبسبب الضرب الكتير اللي بيتعرض له بيوافق يديله هديته. لكن ساعتها لو هاو بيتدخل وبيقول لنينج ان ده يبقى زميلي في الغرفه، بيقول له ان هو بيسرق الحبوب بتاعتهم وده ضد القوانين. طبعا نينج بيتعصب على لو هاو، بيقول له انت بتحاول تبقى البطل يعني مش كده ها؟ ساعتها لو هاو بيهجم عليه والكل بيبقى خايف لان نينج ده يعتبر اخ اكبر ليهم، وهنا يا صديقي قانون الغابه هو اللي بيحكم. نينج بيتعصب جدا وبيهجم على لو هاو، وكل الطلاب بيبقوا خايفين عليه وبيقولوا ان حياته انتهت خلاص، مش هيقدر يصمد ثانيه واحده قدام نينج. لكن طبعا العكس هو اللي بيحصل، ولو هاو بيضرب نينج ضربه في الثانيه وبيقضي عليه بيها.
نينج بيؤمر رجالته ان هم يهجموا على لو هاو بسرعه، ولكن طبعا محدش فيهم بياخد ثانيه في ايد لو هاو وبيترموا على الارض جنب نينج. لو هاو ساعتها بيطلب من نينج يرجع كل الحبوب اللي خدها من الطلاب الجدد، ولما بيلاقيه رافض يرجعهم بيهجم عليه مره تانية وبيضربه وبيهدده ان هو لو ما رجعش الحبوب هيتكسر ويدغدغ رجليه. ساعتها نينج بيمطل شويه لكنه بيلاقي ان لو هاو ما بيهزرش فبيرجع الحبوب كلها في النهايه. لو هاو بيرجع الحبوب للطلاب والكل بيبقى فرحان جدا وبيقولوا عليه ان هو البطل بتاعهم. في الوقت ده زميله في الغرفه بيبقى واقف بيتفرج عليه بسبب شجاعته، وبيقول ان هو عايز يتعلم فنون القتال علشان يدافع عن اسرته، وانه ما ينفعش يبقى ضعيف تاني ولازم يبقى زي لو هاو في يوم من الايام. بعدها بيروح يعتذر له بسبب طريقته اليوم اللي فات، بيقول له ان هو كان فاكره عايز يسرق الحبوب بتاعته ولكنه من هنا ورايح صديقه وهيتعلم منه. على الناحيه التانيه نينج بيروح يعيط لاخ اكبر اسمه هوانج، باين عليه كده الغموض، وبيقول له ان في طالب جديد ضربه وبيطلب منه يساعده علشان يرجعوا الحبوب. هوانج بيكون عايز الحبوب لان الحبوب دي هي حبوب الطاقه وهي اللي بتزود قوه الطلاب الجدد مع الوقت. هوانج بيقول لهم ان كلها شهر والطلاب يبداوا التدريب وهو هيجيب حقهم. بعد فتره بنوصل لقبل الخروج للتدريب بيوم، لو هاو بيبقى بيتامل وبيفكر في التدريب لانه عايز ينجح في الانضمام للتلاميذ الداخليه. لو هاو بسبب قتاله مع نينج اكتسب قدرات جديده وبيخرج لوحده علشان يختبرها. بالفعل بتكون قوته زادت الضعف خلال الشهر ده وبيقدر بضربه واحده بس يدمر الصخور والاشجار. تاني يوم لو هاو بيتفاجئ بهوانج اللي بيبقى الاخ الاكبر ليهم خلال التدريب وانه المسؤول على سلامتهم كمان. لو هاو بيلاحظ ان هوانج جاي عليه وبيعامله بطريقه السيد بتاعه وبيطلب كمان منه يسمع كلامه لو عايز يفضل عايش. التدريب الاول بيبقى في مكان خطير جدا، هوانج بيبلغهم بالتدريب وانهم لازم ينجحوا فيه لو عايزين ينضموا لامتحان التلاميذ الداخليه. بيعرفهم ان مده التدريب ده 5 ايام، لازم يخرجوا يدوروا على شيء معين ويرجعوا للسفينه قبل الوقت ما يخلص. الطلاب بيقسموا بعضهم مجموعات علشان يدوروا على الحبوب، ولكن مجموعه لو هاو بتقرر تبعد عنه شويه علشان مستواه اقل منهم. ساعتها هوانج والمساعد بتاعه بياخدوا لو هاو معاهم وده علشان يحموه، لكنه بيبقى شاكك فيهم بسبب تصرفاتهم معاه. كمان بعد شويه بيلاقيهم خدوه للمنطقه المحرمه، ودي منطقه خطيره فيها معظم القتله المحترفين، كمان فيها مجموعه من الوحوش الشرسه. مش بس كده، كل مستوى بيقابل وحوش اقوى لحد ما يوصل للمستوى المتوسط اللي موجود فيه وحش ولا حتى اقوى انسان يقدر عليه. لو هاو بيحذر هوانج وبيقول لهم انهم لو كملوا في الطريق ده هيقابلوا وحش قوي مش هيقدروا يقاوموه، ولما بيلاقيهم بيضحكوا بكل خباثه بيعرف على طول انهم في طرف نينج وعايزين يتخلصوا منه. بيلاقي ان لو هاو قدر يقضي على وانج لي بضربه واحده بس. هوانج ساعتها بيبقى مستغرب ازاي متدرب من المستوى الثالث بيهزم اخ اكبر من المستوى السادس، علشان كده هوانج بيقرر يتدخل بنفسه. لو هاو بيحاول يهرب من المكان ويرجع للسفينه لكنه بيفشل لان هوانج بيطارده. هوانج ساعتها بيخرج سيفه وبيبقى عايز يقتل لو هاو، بس لو هاو بيصد الضربه وبيرد له ضربه قويه جدا. بعدها بيهرب، ولكن هوانج بيبقى سعيد لان المنطقه اللي لو هاو جاي ناحيتها بتبقى المنطقه المحرمه اللي كلها وحوش مفترسه. فعلا اول ما لو هاو بيدخل بيلاقي تعبان ضخم بيهجم عليه هو بيبلعه. هوانج ساعتها بيبقى شايف اللي حصل وبيكون فاكر ان لو هاو خلاص مات، ولكن في الحقيقه لو هاو بيبقى عايش وانه كان قاصد يلمس الدم علشان التعبان الضخم ده يشمه ويبلعه، لان الانسان بيكون امن في بطن التعابين الضخمه. وبكده لو هاو شايف ان هو هرب من هوانج لانه اكيد فاكر ان هو ميت. بعد شويه وقبل ما يتحول عصاره في معده التعبان، لو هاو بيخرج سكينته وبيقتل التعبان من جواه علشان يخرج. مش بس كده، ده كمان بياخد كورة طاقة من جسم التعبان ودي بتبقى كنز نادر جدا. لو هاو بيكون قدامه مشكلة واحدة بس دلوقتي وهي جسم التعبان اللي بيكون عايز يتخلص منه علشان محدش يشوفه. واثناء نظرته في الغابة بيلاقي كهف غريب جدا خارج منه طاقة ظلامية رهيبة، وقبل ما يعمل اي حاجة بيتعرض لهجوم من قاتل من المستوى الثالث اسمه تيتيان، وبيكون صعب جدا قتاله في الغابة او حتى الهروب منه، وده بسبب اسلوبه في الهجوم. وعلشان كده لو هاو ما بيكونش قدامه غير ان هو يهرب لكهف التعابين. فعلا لو هاو بينجح في انه يوصل للكهف وبيهرب من الهجوم ده، ولكن للاسف بيلاقي نفسه واقع في حفرة كبيرة. وبعد شوية بيلاقي نفسه وصل لمكان مليان هياكل عظمية وجنبهم سيوف ودروع زي ما يكونوا جيش كامل مقتول، ودي كانت ساحة المعركة. واحد من السيوف بيكون مكتوب عليه ياو جوانج، ولو هاو بيعتقد ان دي تبقى بقايا ارض ياو يانج المقدسة،
والأسطورة بتقول إن في 7 معابد وأراضي مقدسة بتمثل 7 قوى فنون قتالية مستواها بيبقى عالي جدا، وكانت دي الفترة الذهبية للمقاتلين. ولكن في عصر ما حصل هجوم قوي على القارة من قوة مخفية، تم التخلص من كل المقاتلين، ومن وقتها تم التخلص من المناطق ال7 المقدسة كلها، واتحولت لمكان محرم مليان وحوش. ورغم ان المنطقة المحرمة خطيرة جدا، الا انهم بيقولوا ان في كتير من ميراث عائلة جين في المنطقة، بس برضو اللي بيكون شغل تفكير لو هاو دلوقتي هو انه ازاي يخرج من المكان ده. بعد جولة صغيرة في المكان، لو هاو بيوصل لنوع من الاحجار اسمه حجر ديكسوان، ودي تبقى مادة اغلى من حبوب الطاقة بتاعة العشيرة، وده لانها بتتكون من طاقة نقية للسماء والارض. لو هاو بيكمل في طريقه لحد ما بيلاقي نور جاي من اخر النفق، ولكنه لما بيقرب منه بيلاقي مكان غريب جدا هو سبب النور ده، والمكان بيبقى عبارة عن مجموعة من البشر اللي محفوظين في الجدار. لو هاو بيلاقي صخرة تحكم، ولما بيقرب منها بتخرج منها طاقة غريبة بتوقعه على الأرض، وبعد ثواني بتخرج السيدة اللي كانت محبوسة في الجدار، ودي تبقى الأميرة من عالم ياو كوانغ. وبتنقل كمية معرفة كبيرة جدا لراس لو هاو، لأنه الشخص الوحيد اللي قدر يوصل للمكان ده، وبسبب ده لو هاو اكتسب كل مهارات الفنون القتالية لياو جوانغ، ولكن للأسف طاقته ما بتكونش كفاية لتفعيلها. ولكن لو هاو بيقرر يستخدم أحجار الطاقة اللي لقاها في الكهف، وده علشان يضاعف الطاقة دي. لو هاو بيشكر الجنية على الطاقة اللي خدها، ولكن هي بتطلب منه ما يقولش لحد على المكان ده في المستقبل. بعدها الجنية بترشد لو هاو على طريق الخروج، وبيفترقوا هما الاتنين. لو هاو بيرجع ياخد حجارة الطاقة كلها لأنه بقى معاه قوة اللازمة لتفعيلها. لو هاو بيخرج من الكهف أخيرا، وبيلاقي وحوش التيتيان لسه مستنياه، ولكن المرة دي لو هاو بيخرج من الكهف وهو مش فريسة، وده لأنه بيخرج وهو صياد. التايتن ساعتها بيهجموا عليه، ولو هاو بيستعد علشان يجرب قوة أليا وجوانج، وبالفعل بيقدر يهزم مجموعة كتيرة من وحوش التايتن. لو هاو بيلاحظ ان هو استنفذ طاقة كبيرة في ضربة واحدة بس، فبيعرف ان هو لازم يخلص القتال بسرعة، وبيهجم على باقي وحوش التايتن علشان يخلص عليهم بسرعة. بعد شوية انفجارات في الغابة، لو هاو بيكون قضى على كل الوحوش، ودلوقتي المفروض هيرجع للسفينة علشان يفاجئ هوانج. في الوقت ده بيكون التدريب خلص، وكل الفريق بيأكد انهم ما فقدوش اي حد ومستعدين للرحيل، الا هوانج اللي بيقول لهم ان لو هاو رفض ينفذ اوامره ودخل المنطقة المحرمة الخطيرة. طبعا الكل بيبقى شايف ان لو هاو مات، وده مستحيل يخرج من المنطقة المحرمة. وقبل ما يقدموا التعازي ويمشوا، بيسمعوا صوت لو هاو اللي بيكون وصل على السفينة، وبيقول لهم ان هو لسه ما ماتش. لو هاو بيكشف لهم ان الاخ الاكبر هوانج اتعمد ان هو يسيبه هناك، وكمان بيكذب وبيقول لهم ان هو رفض يسمع كلامه. هوانج ساعتها بيتصدم لانه شاف لو هاو بعينه وهو بيتبلع من التعبان الضخم. لو هاو بيستفز هوانج، بيقول له ان هو لو محتاج يتخلص منه مفروض ان هو يبذل مجهود اكبر من كده. طبعا الكلام ده بيخلي هوانج يتعصب جدا. المعلم الكبير بيقول لهم ان ده الوقت بتاعهم علشان يوروه حبوب الطاقه اللي جمعوها، وان اللي جمع طاقه اقل من المستوى الثالث مش هينضم للمشاركه في تقييم التلاميذ الداخليه. هوانج بيكون فاكر ان لو هاو ما جمعش اي حاجه، لكنهم بيتفاجئوا ان لو هاو جمع 20 من احجار الطاقه اللي لقاهم في الكهف، وبيقدمهم للمعلم الاكبر. المعلم بيقول له ان اقوى تلميذ في العشيره كلها قدر يجمع 5 احجار بس، وهو لوحده جمع 20. لو هاو بيستخدم الكذب اللي هوانج قاله في صالحه، وقال لهم ان هو لما هرب للغابه لقاهم، وكمان الاخ هوانج كان معاه في الاول وطلب منه ياخد الاحجار وهو هيضحي بنفسه علشانه. هوانج بيتعصب على الكلام الكذب ده، لكنه ما بيقدرش يقول حاجه لان ساعتها المعلم هيكذب كلامه. كده هوانج بيتضايق لانه ما كانش عايز لو هاو ينضم للتلاميذ الداخليين، لان فرصته لقتله هتبقى اضعف، بس برضه بيبقى عايز ينتقم منه، خاصه بعد اللي عمله دلوقتي. بعد بفتره بتوصل اشاعات للعشيره ان لو هاو مات في المنطقه المحرمه، علشان كده نينج بيستغل ده وبيروح علشان يضرب زميل لو هاو مره تانية وياخد منه حبوب الطاقه. لكن ساعتها لو هاو بيظهر وبيقول ان هو ما ماتش ورجع له مره تانية، وده بيخلي نينجي يترعب. طبعا لو هاو بيضربه علقه جامده وبيحذره يقرب من حد تاني، ولازم يتكلم على الاول لو حب ياخد حاجه من حد تاني او يعمل اي حاجه. بعد ما نينجي بياخد رجالته وبيمشوا، لو هاو بيطمن على زميله زيمو، وبيقول له ان هو كان مراقبه وهو بيقاوم نينج، ومبسوط ان هو بقى شجاع اكتر من الاول. في يوم تاني لو هاو بيلاحظ ان مستواه اتطور واكتسب شويه قدرات جديده، ولكن زيمو بيقاطعه وبيقول ان هو سمع ان هو هينضم للتلاميذ الداخليين، وبينصحه ما ينضمش لطائفه تاينو فونغ. بنعرف بقى ان التلاميذ الداخليين بيبقى قدامهم اختيار احد الطوائف اللي هيدخلوها، ومنهم الطائفه دي. بتكون كل طائفه قويه جدا وليها اساليب خاصه، واغلب اللي بيخرجوا منها بيبقوا معلمين كبار، الا انه مش فاهم سبب تحذير الكل من الانضمام لطائفه تايون فونغ. طبعا بعد ابحاثه بيعرف ان الطائفه تم نقلها وما بقاش فيها غير 2 بس، وهم شيانج سيد الرياح، والتاني هو التلميذ مون فيفان. وفي معلومه بتقول ان الاخ مو كان زعيم طائفه شوانجيان،
وإنه عبقري جدا، لكنهم اتخلوا عنه في يوم من الأيام وغدروا بيه ودلوقتي فقد معظم قوته. لو هاو بيجري بسرعة على الأخ مو علشان يساعده في رفع حاجة تقيلة، ولكنه بيتفاجئ بتقولها لما بيشيلها وبيلاقي نفسه مش قادر. الأخ مو بيقوله بلاش أحسن ظهرك يتكسر ولا حاجة، ولكن لو هاو بيستجمع قوته وبيقرر يشيل مكانه. فعلا لو هاو بيشيله وبيجري بسرعة كبيرة جدا وبيساعد الأخ مو اللي بيبقى مندهش من قوته. لو هاو بعدها بيروح على السوق وبيلاقي في وشه حجر التنين، بيكون شايف ان هو ممكن يفتح له المستوى التاني من طاقة التنين الذهبي. لو هاو بيتفاجئ ان التاجر عايز فيه فلوس كتير، وقبل ما بيبدأ فصال مع التاجر بتوصل بنت غريبة وبتشتري الحجر على طول، ولكن الغريب انها بتديه هدية للو هاو، ولما بيسألها عن السبب بتقوله ان مفيش اسباب، ولكنها لما بتقلع الوشاح بيلاقيها صديقة طفولته لوشير. بنعرف ان ابو لو هاو لقاها في رحلة وقرر يرعاها، ودلوقتي الاتنين بعيد عن بعض. لو هاو زي ما يكون مش عايز يقرب منها اكتر وبيشكرها وبيمشي، وده بيخلي لوشير تفتكر ان لو هاو متخفي ومش عايز حد يعرفه، علشان كده عمل نفسه ما تعرفش عليها. لو هاو بيروح يجرب حجر التنين وفعلا بيلاقي نفسه امتص طاقته، واخيرا قدر يخترق المستوى التاسع من فنون القتال العادية، المستوى الثاني من فنون القتال الموروثة، وده اللي هو بيدور عليه. لو هاو بيجرب طاقته الجديدة وبيلاقي ان خطوته بقت اسرع واقوى، وفي النهاية لو هاو بيرجع للغرفة بتاعته اللي زيمو وجايب معاه اكل، ولكنه بيشوف منظر مرعب بيحطه في حالة دهشة كبيرة. زيمو زميل غرفته مقتول بطريقة بشعة وغرقان في دمه في الغرفة. واحد من الطلاب بيجي وبيقول له لو هاو ان زيمو تعرض للضرب لحد الموت، وان قاعة القانون هي المسؤولة. بنعرف ان قاعة القانون بتعاقب بالموت في حالة السرقة، وتهمة زيمو ان هو سرق حبوب الطاقة من نينج. طبعا لو هاو ما بيصدقش الكلام ده، لان زيمو مستحيل يسرق. لو هاو بيكون متضايق جدا لدرجة الجنون، وبيفضل يضحك ضحك شرير وكله حزن وانتقام. لو هاو بيطلب من الطالب يعتني بجثة زيمو، وهو بيخرج علشان يروح قاعة القانون وعينه بتبقى مليانة شر. لو هاو بيوصل قاعة القانون بيقابل الحراس اللي بيفضلوا يتريقوا على زيمو، وبيضحك على الطريقة اللي مات فيها، وده لانه كان خايف وهو بيموت. كلامهم بيزود الغضب في قلب لو هاو وبيهجم عليهم وبيقضي عليهم بكل قسوة، وبعدها بيقتحم قاعة القانون. اللي موجودين هناك بيحذروه لانه بيتعدى على قاعة القانون، ولو هاو ما بيهتمش بكلامهم وبيقول لهم ان هو جاي علشان يطبق القانون بنفسه. في نفس الوقت ده نينجي بيبقى موجود وبيضحك بسبب موت زيمو، وبيعترف بلسانه ان التهمة كانت عشوائية. ولكن قبل ما يشرب الشاي اللي بيجهزه، لو هاو بيدخل عليه وبيمسكه وبدون اي تردد بيقتله بضربة واحدة بس. لو هاو أخيرا بيحس براحة بعد ما انتقم لصديقه الوحيد. بعدها بلحظات بيدخل عليه وانج وبيقول له ان هو ما انتقمش ولا حاجة، والشخص اللي قتل زيمو يبقى هو بسبب اللي عمله معاه في الاختبار الأخير في الأرض المحرمة. بيقول له ان هو خدعه وخلاه يشك في قاعة القانون علشان يعمل الفوضى دي ويبقى معاه السبب لقتله. وانج بيخرج سيفه وبيهجم على لو هاو وبيضربه ضربة قوية بتخليه يغمى عليه. لو هاو بيدخل في بحر أفكاره وبيفتكر وقته مع زيمو اللي كان بيتمنى يرجع لأسرته الفقيرة علشان يساعدهم، وكمان بيفتكر ان زيمو هو الشخص اللي كان بيساعده في المذاكرة وانه كان صديق كويس، وعلشان كده لو هاو ما بيرضاش يخذله وبيفوق وبيمسك السيف بإيده وبعدها بيضربه ضربة قوية جدا. وانج ما بيقدرش يرد على لو هاو وبيستسلم للأمر الواقع، وهو ان لو هاو خلاص هيقتله. لو هاو بيبقى على وشك قتله فعلا، ولكن بيلاقي طاقة غريبة بتثبته في مكانه، ولما بيبص قدامه بيلاقي هوان يو، وده يبقى عم هوانج. لو هاو بيعرف ان هوان يو استخدم حقل الطاقة علشان كده مش قادر يتحرك، وبيعرف كمان ان الاشخاص اللي معهم القدرة دي هم الخبراء. هوان يو بيقول للو هاو ان عقاب اللي هو عمله ده حكم الاعدام، وده لانه تعدى على قاعة القانون وهو ماشي يقتل في الناس بدون حساب. لو هاو بيطلب منهم يسمحوا له يبرر موقفه. فعلا بيقف قدام هوان يو وبيشرح اللي حصل مع زيمو، وبيقول لهم ان هوانج قتل زيمو وانهم لو هيقتلوه يبقى يقتلوا هوانج معاه. هوان يو ما بيرضاش ساعتها يقتل ابن اخوه، علشان كده بيقول لهم ان طالما الاتنين مفروض يتقتلوا يبقى القانون بيقول انهم هيقتلوا واحد بس منهم عن طريق انهم يسيبوهم يقتلوا بعض قتال لحد الموت. وفي النهاية هوان يو بيقرر ان القتال يبقى بعد 3 أيام في ساحة الحياة والموت. هوانج طبعا بيبقى خايف جدا وبيقول لعمه ان هو مش هيقدر يقتل لو هاو، ولكن عمه بيقول له ان هو كده كده هيموت معاه، بس دلوقتي هو هيساعده علشان يقتله. لو هاو بيروح يتأمل مع نفسه وبيفكر هيعمل ايه، ولكن بدون اي تردد بيحفز نفسه علشان يقتل هوانج ويقتله انتقاما لصديقه زيمو. كمان بيفكر ان هو يدخل في بئر التنين علشان يحسن قوته بدرجة كبيرة علشان ينهي اي امال عند هوانج وعمه.
فعلا بيستخدم أحجار الطاقة علشان تزود طاقته، وبيرجع عند قبر زيمو وبيوعده إن هو هينتقم. بعد 3 أيام بيجي ميعاد القتال المنتظر في ساحة الحياة والموت. هوانج بيبقى مستني لحد ما لو هاو يظهر، والكل ساعتها بيبقى متفاجئ ان لو هاو وصل وما انسحبش وهرب. وقبل ما القتال بيبدأ مباشرة هوانج بيقول له ان اخر قتال بينهم هو ما كانش مركز، علشان كده قدر يهزمه، انما دلوقتي الموضوع مختلف تماما. ولكن بنعرف بقى ان هوانج خد حبوب معينة علشان يزود قوته يبقى ند للو هاو، وعم هوان بيكون واثق ان هوانج هيكسب وشايف ان لو هاو ما عندوش اي فرصة قدامه. الصدمة بتظهر لما هوانج بيبدأ يدي اول ضربة اللي بتبقى قوية جدا والكل مستني انها هتقضي على لو هاو، ولكن لو هاو بيصدها بكل سهولة ولكن عيل صغير اللي ضربه. هوانج بيبقى عنده حيل تانية من حيل عمه، وهي السيف اللي معاه اللي بيكون سيف اسطوري وقوته كبيرة جدا، لكن برضه لما بيهجم على لو هاو بيقدر ان هو يصد ضربة السيف وبيضرب هوانج ضربة قوية جدا بتجيبه على الارض. كل الحاضرين بيبقوا في قمة الاندهاش، خاصة هوان يو اللي بيبقى حاطط ثقة في السيف، ولكنه اتدمر قدامه بضربة واحدة بس. العم هوان يو بيتهم لو هاو بالغش وبيقول له انه مستحيل مقاتل من فنون القتال العادية يبقى قوي كده. ساعتها لو هاو بيقول له مين قالك ان دي فنون قتال اللي بملكها بتبقى فنون قتال عادية، وبيقرر انه يكشف للناس كلها انه هو مش مقاتل عادي وانه من مقاتلين التنين الذهبي وكمان مع فنون القتال الموروثة. لو هاو بيهجم على هوانج من جديد وبيكون على وشك ان هو يقتله، ولكن العم هوان بيتدخل وبيترجى لو هاو يسيبه عايش ويعتبر نفسه كسب القتال، وكمان هيديله 100,000 قطعة ذهبية. لكن طبعا لو هاو بيكون مش عايز لا فلوس ولا عايز اي حاجة تانية غير ان هو ينتقم لصديقه. كل اللي في دماغه هو الانتقام من هوانج، وده لانه قتل زيمو. فعلا بينقض على هوانج وبيقضي عليه تماما، وبكده يبقى انتقم لزيمو. هوان يو بيتعصب وبيقول له لو هاو ان هو هيقتله بسبب اللي عمله ده، ولكن لو هاو بيقول له ان الشيوخ العشيرة مش هيبقوا مبسوطين ان هو كسر قوانينهم. كمان لو عنده شجاعة يدخل الحلبة كده لو هاو هيقتله. وفي النهاية هوان يو بيقرر ان هو ما يعملش حاجة علشان صورته في العشيرة ما تتهزش، ولو هاو بيخرج من الباب الكبير بعد فوزه بالقتال. وسط الجماهير بيبقى في 2 موجودين من عشيرة التنين الذهبي، وبيكونوا مستغربين ان لو هاو عنده فنون القتال الموروثة ومعاه قوة التنين الذهبي كمان، وكمان بيكونوا مستغربين ان هو مش موجود معاهم في العشيرة لان قوته علشان تظهر مفروض يبقى معاهم، ومن غير العشيرة فقوته بدون اي فايدة. لما بنرجع مرة تانية للو هاو اللي بيرجع لتمريناته علشان ينجح في باقي اختبارات التلميذ الداخلي، واثناء ما بيكون قاعد بيتمرن بيجيله واحد من الاتنين وبيكلمه عن القتال بتاعه، وبيقول له ان هو استخدم قوة التنين، وبيطلب منه يسلمها له علشان دي تعليم خاصة بالعشيرة بتاعتهم، ولو ما سلموش الطاقة هيقضي عليه. لو هاو ساعتها بيعمل نفسه مش فاهم حاجة وبيسيبه وبيمشي. الشاب التاني بيتعصب علشان تجاهله وبيهجم على لو هاو، ولكنه بيقدر يتفادى ضرباته وكمان بيتعلم الاسلوب بتاعه. على الناحية التانية بنشوف صديق لو هاو اللي بقاله فترة ما بيظهرش، وهو جوتشين. جوتشين بيعرف ان واحد من عشيرة التنين بيقاتل لو هاو، فبيروح بسرعة علشان ينقذه، لان المعروف عن مقاتلين التنين انهم اقوياء جدا. جوتشين بيوصل لأرض المعركة وبيتمنى ان لو هاو يبقى لسه عايش، بس طبعا بيلاقي لو هاو جايب المقاتل التاني على الارض وقضى عليه. جوتشين بيسأل لو هاو على الطريقة، بيعرف ان هو اتطور من المستوى الاول للمستوى الثالث في شهر واحد بس، وطبعا ده بيخليه يتصدم، وبيتصدم اكتر لما بيعرف ان لو هاو اتعلم الاسلوب الفولاذي بتاع مقاتلين التنين دلوقتي حالا، وده بسبب القتال اللي لسه مخلصه من كام ثانيه بس. جوتشين بيقول له ان بقالي في المستوى الداخلي للتلاميذ شهر ما عرفتش اوصل للمستوى الثاني حتى، وهو لسه بيتعلم مع الطلاب الخارجيين ووصل للثالث ازاي؟ جوتشين قبل ما يمشي بيقول له هاو ان هو هيبقى من التلاميذ الداخليين، ولكن برضه بيحذره من اختيار عشيره تايون فونج. على الناحيه الثانيه العم هوان بيبقى خايف ان لو هاو يدخل لطائفه التلاميذ الداخليين لان ساعتها مش هيقدر يتعرض له، علشان كده هوان بيطلب من واحد من اتباعه يروح ويستدعي قاتل مأجور من المستوى الخامس وما يشغلش باله بالتفاصيل، ولكن باين عليه ان هو محضر حاجه قويه جدا للو هاو علشان يتخلص منه اثناء الاختبارات. تاني يوم كبير العشيرة بيستدعي الكل علشان اختبارات التلاميذ الداخليين، وبيعلن ان في مجموعة من القتالات هتحصل، واخر 50 واحد هيتبقوا هم اللي هينضموا لطائفة التلاميذ الداخليين. الاختبار بيبدأ والكل بيبدأ في الهجوم على التاني، وبيبقى في قتالات قوية جدا. الوحيد اللي مفيش ولا واحد طلع علشان يتحداه هو لو هاو، ولا ان طبعا الكل شايفه وعارف مدى قوته. لو هاو بيكون زهقان لحد ما بيوصل القاتل المأجور اللي بيبقى متخفي، وبيتحدى ساعتها لو هاو. هوان يو بيبقى واقف بيتفرج من بعيد وبيضحك عشان القاتل المأجور من المستوى الخامس، واكيد هيقتل لو هاو بكل سهولة. المقاتل ده بيبقى اسمه هيروغي، وهوان يو بيقول ان هو يقدر يقتل عشيرة كاملة لوحده. فعلا هيروغي بيبدأ الهجوم، ولو هاو بيلاحظ ان هو هجوم قوي وبيستخدم الاسلوب الفولاذي كمان،
بعد شويه ضربات من هنا ومن هنا هيروجي بيقدر يضرب السيف بتاعه في قلب لو هاو، والكل بيبقى فاكر ان هو خلاص مات، ولكن الغريب يا اصدقائي ان لو هاو بيبقى لسه عايش، وكمان ولا كأن السيف دخل في قلبه. الكل ساعتها بيبقى مصدوم، خاصه هيروجي اللي بيلاقي لو هاو بيسحب السيف من جسمه كأنه الشوكه، وكمان بيقول له ان هو اتعلم مهاره جديده بسببه. القتال بيبدأ من جديد وهيروجي بيبدأ يتأثر بضربات لو هاو. وسط القتال هيروجي بيستخدم اسلوب معين بيعمله القتلة المأجورين، وبسبب ده زعيم القبيلة بيكتشف فيه وبيطلب منه يقبضوا عليه. ساعتها هيروجي بياخد بعضه وبيترمي المكان. اسلوب هيروجي في الهروب بيبقى مستحيل حد يقدر يمسكه، ولكن طبعا لو هاو بيستخدم طاقته الكبيرة وبيقدر يجيبه من الجو على الارض وبيقتله قدام كل الحضور. طبعا زعيم القبيلة ما بيعديش الموضوع وبيطلب من عوانه يحققوا ويعرفوا مين اللي سمح بدخول قاتل مأجور للقلب العشيرة. كل ده وهوان يو قاعد يتفرج وهو مرعوب. بنيجي بقى الوقت اعلان نتائج المنافسه، واللي بيبقى مسؤول عنها هو هوان يو ذات نفسه. وللاسف طبعا هوان يو بيعلن عن اسامي ال50، وهو طبعا مش من ضمنهم لو هاو، لكن طبعا الجماهير ما بتسكتش وبيفضلوا يهتفوا باسم لو هاو. طبعا هنا هوان بيرفض، وده علشان يخلي لو هاو تحت سيطرته. ولكن ساعتها بيوصل مو في فان من طائفة تايون فونغ وبيقول له ان هو عايز يضم لو هاو للطائفة الداخلية بتاعته. طبعا هوان يو بيكون رافض، وبيقول لمو في فان ان هو دايما بيرفض يضم طلاب جدد لطائفته، اشمعنى المرة دي؟ كلامه بيعصب مو في فان وبيستخدم طاقة السحر بتاعته علشان يخضع هوان يو. الكل بيبقى مستغرب ان هوان يو بيركع لمو في فان، ولكن بنعرف ان مو في فان طبعا هو التلميذ الاساسي لزعيم الطائفة. المهم ان مو في فان بيعرض على لو هاو ينضم ليه، بس هوان يو بيبقى مطمن لان الكل بيرفض ينضم لطائفة تايون فونغ. لو هاو بيلاقي ان الكل رفض ومفيش غير مو في فان بس هو اللي واقف في صفه، وعلشان كده بيوافق ينضم للطائفة دي. ساعتها مو في فان بيقول للكل ان لو هاو بقى طالب معاه في الطائفة، ولو اي حد اتعرض له هيتعاقب عقاب شديد. بعد انضمام لو هاو مع فو في فان، هوان يو بيبقى عنده امل شويه ان لو هاو يتغير، لان كل اللي بينضم للطائفه دي بيتحول لشخص حقير في المستقبل. لو هاو في البدايه بيروح يقابل سيد العشيره شيانج، وشيانج بيقول له ان تم اختياره من قبل مو في فان بنفسه. لو هاو بيبقى متحمس جدا للتعليم الخاصه بيهم، ولكنه بيتفاجئ ان العجوز شيانج بيديله الفاس وبيطلب منه يشتغل في الأراضي الزراعيه. لو هاو بيبقى متضايق طبعا وبيروح يشتغل وبيبقى عامل مجهود كبير، لكنه بيفتكر نقاط المساهمة وبيفرح شوية لأن بالشغل ده يقدر يحققهم، ولما بينجح في إنه بيجمع نقط مساهمة كتير ممكن يروح يبدلهم في المكتبة بالتمارين والمعرفة. وأثناء ما لو هاو قاعد بيشتغل بيلاقي طلاب أكبر منه بيطلبوا منه يقدم لهم الولاء أو هيكسروا رجليه، كمان بيبقوا عايزين يسرقوا نقاط المساهمة بتاعته. واحد منهم بيبدأ الهجوم على لو هاو ولكنه بياخد ضربة قوية بتجيبه على الأرض. بعدها بيقوم علشان يضرب باقي الشباب، وهو بقى اللي بياخد منهم نقط المساهمة بتاعتهم. وبقى بدل ما يشتغل ويتعب نفسه بيروح للمكتبة علشان يستبدل نقط المساهمة اللي معاه. ولكن لو هاو بيتفاجئ ان اسعار الكتب غالية جدا ومش معاه حتى ربع نقط، فبيفكر ان هو يخرج ويسرق شوية نقط تاني. لكن قبل ما يخرج بيلاقي الجنية اللي ظهرت له في بئر التنين قبل كده بتقول له انها بتقدر تخرج من العالم بتاعها وتظهر في العالم الحقيقي، ولما بيعاتبها علشان كان في خطر وما ساعدتوش بتقول له انها بتنام كتير ومش هتفضل تراقبه طول الوقت. الجنية بتشاور له على كتاب قديم رخيص وبتقول له رغم ان هو متهالك الا انه هيعلمه مهارة كبيرة، رغم ان المسؤول بيقول ان الكتاب ده ملوش قيمة الا ان لو هاو بيصمم ياخده. لو هاو بيعرف من الكتاب ان في 4 اساليب قتالية، اقلهم هو الاصفر واعلاهم هو اسلوب السماء، ورغم ان الاسلوب الاصفر اضعفهم الا ان ميزته ان هو بيتطور علشان يوصل للاسلوب الاقوى وهو السماء. وقبل ما يروح لو هاو علشان يتمرن بيلاقي 2 من الشباب بيضايقوا بنت اسمها فانج، ولقدها لانها رافضة تحب واحد فيهم. فانج بتقول له انها اصلا معجبة بلو هاو علشان قوي وشجاع ووقف قصاد قاعة الموت. ولما لو هاو بيقرب بيلاقيهم الشباب بتوع عشيرة التنين اللي ضربهم قبل كده. واحد فيهم بيهجم عليه مرة تانية علشان ينتقم من اخر مرة، بس طبعا لو هاو بيهزمه بكل سهولة. صديقه التاني بيستغرب ان لو هاو قضى عليه بضربة واحدة بس، فبيهجم عليه بكل قوته، ولكن لو هاو بيضربه ضربة واحدة برضه وبيقضي عليه جنب زميله. لكن الشاب ده بيحذر لو هاو بيقول له ان اخوه الاكبر لوي هيرجع من مهمته خلال 10 ايام وهينتقم منه، وبيطلب منه يتحداه في قتال. ولما لو هاو بيرفض بيعرض عليه ان هو لو هزم اخوه الكبير هيديله 100,000 قطعة ذهبية. طبعا لو هاو بيسمع العرض وبيوافق على طول لانه محتاج الفلوس دي علشان يشتري الكتب. كل اللي موجودين بيستغربوا ان لو هاو وافق، وده لان لوي من المستوى التاسع ومستحيل ان حد يقدر يهزمه حتى لو هاو نفسه. مش بس كده، احنا كمان بنعرف من الشاب ان لوي اخوه معاه سلاح بيضاعف القوة وقوته وصلت للوحوش الاسطورية. لو هاو بيرجع ياكل مع فو في فان والعجوز الشيانج، وطبعا بعد ما الشيانج سمع بالخناقة بتاعته قرر ان هو يعاقبه ويخليه ياكل رجول الفراخ بس.
بس. لكن بعدها لما بيعرف حجم الفلوس اللي هياخدها لو كسب بيقول له يا ابني لازم تعمل كل اللي عليك علشان تكسب الفلوس دي. مش بس كده، ده كمان بيطلب من موفي فان ان هو ينقل مهارة خاصة بيهم للو هاو علشان تساعده في القتال، وفي الاخر خالص بيديله فرخة كاملة علشان ياكلها. تاني يوم موفي فان بيقول للو هاو ان هو لو كسب العجوز الشيانج هياخد 90% من الفلوس، وده لانه مهووس بالرهانات. بيعرفوا ان الطائفة بتاعتهم فقيرة علشان الزعيم بتاعها خسر كل فلوسه في الرهانات. بعدها بقى مو بياخد لو هاو وبيعلمه المهارة الجديدة بتاعته، وهي عبارة عن موجات قوية جدا بيخرجها من جسمه بيقدر بيها يدمر جبل كامل. ولما لو هاو بيجرب بيبهر مو لانه قدر يخرج طاقة كبيرة جدا رغم من اول مرة يستخدم المهارة دي. بنروح بقى للاخ الاكبر لوي اللي بيبقى مستعد لقتال لو هاو، وبتظهر البنت شوير صديقة لو هاو القديمة وبتحاول تخليهم ما يعملوش القتال ده، الا ان لوي بيبقى مقرر ان هو يكمله. بعد لحظات لو هاو بيوصل وشوير بتكون خايفة عليه جدا وبتطلب منه يهرب، وقبل القتال ما يبدأ لوي بيطلب من لو هاو ان هو يسلمه تعاليم التنين اللي بيكون شاكك ان هو سرقها في السر. القتال بيبدأ ولوي بيستخدم عصاية النينجا بدري والكل بيبقى مستني ان هو يقضي على لو هاو بالضربة الاولى، ولكن لو هاو هو اللي بيضرب لوي وبيطيره بسهولة. لوي بيرجع للقتال مرة تانية والمرة دي بيستخدم مهارة فريدة من نوعها، لكن الرد بيبقى اقوى من لو هاو اللي بيكسر له عصاية النينجا وبيضربه ضربة قوية جدا. بعدها بيكملوا القتال ولو هاو بيستمر في ضرب لوي وبيذله قدام الكل. لوي ما بيلاقيش اي حل تاني غير ان هو يستخدم سلاحه الاسطوري اللي بيضاعف قوته، وبكده الكل اتاكد ان لوي خلاص هيقتل لو هاو. ولكن لو هاو بيستخدم مهارات الموجات اللي اتعلمها من موفي فان وبيسبب ساعتها انفجار قوي جدا بيقضي بيه على لوي. ساعتها لو هاو بياخد سلاح لوي وبيقرر يضمه لمجموعه اسلحته، ولكن الجنيه بترفض لان اسلوبه مش مناسب مع السلاح ده. بتقوله ان المرايه السحريه هتستخدم السلاح علشان تحسن من احجار الطاقه، وبتقوله لو احجار الطاقه اكتملت قوته هتزيد اضعاف ومش هيحتاج الاسلحه اصلا. بعد شويه لو هاو بيتفاجئ ان فانج ودي البنت اللي معجبه بيه بتجري عليه بسرعه وهي خايفه وبتقوله ان تشونج مصاب. لو هاو بيروح يشوفه بيلاقيه مغمى عليه وفي اثار ضرب، ولما بيسالها عن السبب بيعرف ان اللي هجم عليه هو هوان يو. لو هاو بيبقى عايز يخرج علشان ينتقم، بس البنت بتحذره لان هوان يو من اقوى الاشخاص في العشيره كلها. اللي بيمنعه من الخروج هي الاخت شوان الطبيبه، وبتنصح لو هاو ان هو بدل ما يروح يقاتل هوان يو يروح يدور على العلاج بتاع تشونج. العلاج بيبقى عباره عن شويه قطرات تلج من الجبال، بس المشكله ان العلاج ده موجود في جبل الشيطان اللي بيكون خطير جدا. بتقول ان هو قدامه حلين، ان هو يستعد ان هو يشوف تشونج بيموت او يخاطر بحياته ويروح يدور على قطرات التلج دي في جبل الشيطان. طبعا لو هاو بيرفض يسيب تشونج يموت وبيقرر ان هو يخاطر بنفسه ويروح لجبل الشيطان ده. شوان بتقول انها هتقدر تحافظ على حياه تشونج لمده شهرين، ولكن طالما هو موجود معاها هنا ولازم هو يلاقي قطرات التلج في الفتره دي علشان ينقذوه. ولكن اثناء كلامهم بيوصل تشين طالب قديم في الطائفه وبيقول لهم ان هو مش هيسمح ببقاء تشونج في الطائفه لمده شهرين. ولما شوان بيحاول تعرف السبب بيقول لها ان صديقه هوانج اتقتل على ايد لو هاو، ولو هاو يبقى العدو بتاعه ومستحيل ان هو يساعده. فانج بتحذر لو هاو بان تشين يبقى حفيد سيد وادي دان، وده قوي جدا ومستحيل يسمح بخروجهم. لو هاو بيعمل المستحيل علشان تشونج لدرجه ان هو بيطلب من تشين ان هو ممكن يعمل اي حاجه يطلبها مقابل ان هو يسمح لتشونج يفضل موجود معاهم. تشين بيقول له تمام، لو استحملت تاخد 10 ضربات من ضرباته هيسمح له بالبقاء. رغم ان البنات بيحذروه لان هو بيوافق. تشين بيبدا الضربه الاولى لكن لو هاو ما بيتاثرش، وتشين هو اللي بيقع على الارض. بيقوم مره تانية علشان يضربه الضربه الثانيه، ولكن برضه جسم لو هاو بيمتص الضربه وبيخرجها طاقه كبيره علشان تترد على تشين وتجيبه على الارض مره تانية. كل مره بيحاول تشين ان هو يضرب لو هاو بيلاقي نفسه هو اللي بياخد الضربه وبيقع على الارض وبيتصاب اصابات خطيره كمان. لو هاو بيحس ان هو لو فضل كده تشين مش هيسمح لتشونج ان هو يفضل في الطائفه، علشان كده بيعمل نفسه يتاثر ويتصاب هو كمان. فعلا تشين لما بيلاقيه اتصاب بيفضل يضحك وبيقول له ان تشونج هيفضل موجود عادي وبيسيبه وبيمشي. ولما فانج بتروح تطمن عليه بيقولها ان هو كان بيمثل، ولكن بعدها بيودعهم علشان ينطلق في مهمته. وبيشكر الاخت شوان انها هترعى تشونج. لو هاو بيتحرك ناحيه جبل الشيطان اللي الكل بيخاف منه، لدرجه ان موفي فان والعجوز تشانج طلبوا منه ان هو لو مات هناك ما يقولش ان هو اتعلم منهم اي حاجه، وده لان الوحوش الاسطوريه ممكن تيجي ناحيتهم. في الطريق بقى بيلاقي مجموعه من قطاع الطرق بيظهروا له وبيقولوا له ان هم اخيرا مسكوه لوحده. ولما بيكشفوا الاقنعه بيكون الاخ لوي واخواته ومعاهم مجموعه من المحاربين المقدسين في الطائفه بتاعتهم، وطبعا اللي وراهم بيبقى هوان يو. الكل ساعتها بيهجم على لو هاو ولكنه بيستخدم مهاره ال1000 ضربه وبيقضي عليهم كلهم. هوان يو بيكون مصدوم من اللي حصل ده ومش مصدق اللي شافه. ازاي لو هاو قدر يتغلب على كل ده بضربه واحده بس؟ ساعتها هوان يو بيقرر يقضي على لو هاو بنفسه وبيهجم عليه، لكنه بيتفاجئ ان جسم لو هاو بيتبخر وبيختفي من قدامه. وبنشوف لو هاو مشي اصلا من المكان بس خدع هوان يو، وده لانه مستعجل علشان يلاقي العلاج. هوان يو بيبقى متوتر جدا لان فرصته
الوحيدة هي قتل لو هاو وهو خارج العشيرة، لأنه لو رجع هيبلغ عنه، علشان كده بيصمم إنه يخلص منه قبل ما يرجع من مهمته. في البداية لو هاو بيمر بمدينة تشينينج لأنها أسهل طريق لجبل الشيطان رغم خطورتها، ولكن في الطريق بيعرف إن قطاع الطرق في طريقهم لهناك، وأول ما بيوصل المدينة بيلاقي كل الناس هربوا، ولأن قطاع الطرق خطيرين جدا. لو هاو بيتفاجئ إن في حداد عجوز واقف بيشتغل وبيروح يحذره إن قطاع الطرق جايين، ولكن حفيدة الحداد بتخرج وبتطلب منه يمشي بعيد ويسيبهم في حالهم. بنكتشف إن الحداد العجوز ده اتسمم من قطاع الطرق، حتى لو هرب فهيموت في كل الحالات، علشان كده الحداد بيطلب من لو هاو ياخد حفيدته الصغيرة ويبعد من هنا. البنت بترفض تمشي وبتفضل جنب جدها. بعدها بنعرف إن الحداد ده يبقى من أمهر الحدادين وبيقدر يصنع الأسلحة الأسطورية، لكنه زمان اتعمل عليه مؤامرة واتطرد من مملكة الأسلحة، وده لكنه فضل يجمع الأدوات علشان يستمر في صناعة الأسلحة الأسطورية. والفترة دي الجد كان بيجمع بعض الأدوات واتفاجأ إن قطاع الطرق في الطريق، فرجع بسرعة علشان يبلغ أهل المدينة، لكنه اتصاب بالأسهم المسممة. ولحد دلوقتي الجد رافض يهرب من غير ما يكمل سلاحه اللي بيصنعه. قطاع الطرق بيوصلوا المدينة والبنت بتفضل تعيط علشان جدها هيموت قبل ما يكمل أمنيته الوحيدة. وللأسف بقى الجد بيقول كلمة للو هاو وقعت عليه زي ما يكون اتضرب بخنجر في قلبه. الحداد العجوز بيطلب منه ياخد البنت ويروح يسلمها لأخوها زيمو. لو هاو بيعرف ان دي أسرة زيمو الفقيرة اللي كان بيتعلم القتال علشان يحميهم، ولكن للأسف لو هاو ما بيقدرش يقول له ان حفيده مات، وبيقرر ان هو يقول له ان زيمو كويس وبخير وبيتمرن في العشيرة. لكن لو هاو بيطلب من الجد يكمل شغله وبيقول له ان هو هيحميه لحد ما يخلص، وده لان اسرة زيمو تعتبر اسرته. القائد بتاع قطاع الطرق بيوصل هو وجماعته وبيهجم على لو هاو، ولكن لو هاو بيقتله بضربة واحدة بس. واثناء ما الجد شغال على السلاح لو هاو قاعد بيكون بيضرب ويقتل قطاع الطرق كلهم ومحدش فيهم بيقدر عليه. في النهايه لو هاو بيقتل كل قطاع الطرق وبيدخل علشان يطمن على الجد، ولكن بيلاقيه مات. بس الخبر الحلو ان هو خلص السلاح الاسطوري اللي بيصنعه، وبكده يبقى مات مستريح. البنت الصغيره بتدي لو هاو السلاح وبتقول له ان الجد طلب منها تدي له السيف التنين الذهبي، وده كشكر على اللي عمله. بتعرفه ان الجد سجل على السلاح كل التقنيات بتاعته في صناعه الاسلحه. بتقول له كمان ان السيف ده كان معمول علشان زيمو، ولكن الجد غير رايه لانه شافه في عيون لو هاو ان زيمو مش بخير ولا حاجه. فعلا تخمين الجد كان صح لان زيمو مات. في النهايه لو هاو بيوافق ان هو ياخد السيف ويكمل تعليم الحداد العجوز، لان دي كانت وصيته الاخيره. في النهايه لو هاو بيودع البنت اللي بيكون اسمها شيمو، وبيقول لها ان هو وراه مهمه هيخلصها ويرجع لها مره تانية. المهمه اللي قصده عليها دلوقتي مش انه يروح جبل الشيطان، لا، المهمه انه يخلص على باقي قطاع الطرق، وده لانهم السبب في موت الجد. لو هاو بيروح لمدينه مجاوره بيكون فيها مجموعه من قطاع الطرق بيعتدوا على الناس هناك، وبيهجم عليهم وبيقتلهم كلهم باستخدام قوته الجباره اللي وصل لها خلال الفتره اللي فاتت. البنت اللي لو هاو انقذها بتساله اذا كان من عشيره تشيونغ، وبتساله عن فانغ لانها محتاجه تسلمها شيء ضروري يهم المملكه كلها. لو هاو بيقرر يسمع منها وبيعرف ان فانغ دي تبقى اميره من احد ممالك فنون القتال، وكمان بيعرف ان مملكتها على وشك القتال والحرب الاهليه، لان الامير الثاني عايز يستولي على الحكم، وعلشان كده لازم يبعتوا الرساله دي للاميره فانغ. بتعرفوا ان قطاع الطرق موجودين اصلا علشان يسرقوا الرساله دي ويمنعوها من الوصول لفانغ. لو هاو بيوافق على المهمه لان فانغ ساعدته وانقذت تشونغ، وعلشان كده لازم يرد لها الجميل. ولكن في البدايه لو هاو بياخد البنت دي وبيوديها مكان امن مع شيمو لحد ما بيروح لجبل الشيطان يخلص المهمه ويلاقي العلاج هناك. ولكن برضه لو هاو بيلاقي مجموعه من اللصوص بيطلبوا من الناس فلوس او هيقتلوهم. بيعرف ان دول يبقوا مجموعه مرتزقه اسمها الذئب الاسود، وبيهجموا على قريتهم كل شويه علشان يسرقوا اكلهم وفلوسهم. لو هاو بيقرر يساعد اهل القريه دي، وبيروح يعرض السيف بتاعه على قائد المرتزقه، ولما بيقول له اديني السيف ده علشان يقيمه، لو هاو بيديله السيف فعلا، ولكن على رقبته بيطيرها. باقي المجموعه بيهجموا على لو هاو معاهم الذئاب السوداء، ولكن طبعا لو هاو بيقتلهم كلهم بكل سهوله. البنت بتكون خايفه على لو هاو لان مجموعه المرتزقه معروفه عنهم بالانتقام، وانهم مش هيسيبوا لو هاو في حاله من غير ما يقتلوه وينتقموا لفريقهم. ولكن طبعا كل الكلام ده ما بيشغلش بال لو هاو لانه واثق في قوته وانه هيقدر عليهم بكل سهوله. بالليل لو هاو بيقرر يفضل موجود في القريه علشان يتصدى لمجموعه المرتزقه، لانهم اكيد هيرجعوا علشان ينتقموا. لو هاو ما بيكونش خايف وبيبقى مبسوط بالسيف بتاع الحداد العجوز، وده لانه سيف اسطوري بيمتص طاقه الخصم، ويقدر عن طريق الطاقه دي كلها انه يفتح خطوط الفنون القتاليه الموروثه. اهل القريه كلهم بيبقوا مرعوبين اثناء وصول فيلق الذئب الاسود كله، ولكن لو هاو ما بيكونش معاه مشكله في ده، وبيفضل يقتل فيهم وبيخترق جيشهم كلهم لوحده. هجوم لو هاو بيبقى قوي جدا، ولكن قائد الجيش بتاع المرتزقه بيبقى واثق انه لو هاو مش هيقدر يكمل هجوم عليهم مهما كانت قوته.
القائد بيستنى لو هاو بيحس ان هو يتعب شويه كده وبعدين بيبدا الهجوم بتاعه، ولكن لو هاو بيقتله بكل سهوله. ساعتها بقى الجيش بيخاف لان الظاهر كده ان لو هاو ده ما بيتعبش. تاني يوم الصبح لو هاو بيصحى بيتمطع كده عادي بعد ما دخل في قتال مع الجيش كامل بالليل وقتلهم كلهم لوحده. بعدها بيروح يودع البنتين وبيكمل في طريقه علشان يجيب العلاج بتاع تشونج من جبل الشيطان. في البدايه لو هاو بيروح يتامل كده علشان يفتح مستويات الفنون القتاليه العاليه، وبالفعل بيقدر يوصل للمستوى الثالث في فنون القتال الموروثه، وعن طريق الاسلحه اللي خدها من الجيش اللي قتله قدر يصلح المرايا المقدسه بنسبه 30%. لو هاو بيتاكد ان مستواه الحالي يخليه يدخل جبل الشيطان وهو مطمن علشان يجيب العلاج. المشكله بقى ان لو هاو ما يعرفش شكل قطرات التلج دي اصلا، وبيبقى مضطر ياخد طبيب معاه علشان يساعده في معرفه العلاج ده. لو هاو بيوصل قريه صغيره في الطريق وبيلاقي مجموعه من الناس بيضربوا شخص ما لانه ادالهم علاج غلط. لو هاو بيقرب شويه وبيلاقيها بنت ضعيفه، وبيعرف انها حاولت تساعد بنت صغيره مريضه لكنها فشلت، وعلشان كده ابوها بيبقى عايز يقتلها. وقبل ما الاب يقتل الدكتوره، لو هاو بيدخل وبيمسك السلاح بتاعه وبيضربه هو باقي السكان الغاضبين. بعد شويه بيلاقوا ان الطفله لسه عايشه وكمان مش حاسه باي تعب، وده بسبب العلاج اللي ادته لها الدكتوره اللي كانوا عايزين يقتلوها. الدكتوره بيكون اسمها الساحره الصغيره، بتشكر لو هاو على مساعدته ده. ولو هاو بيعرف من الشخص ده ان مرض الطاعون منتشر عندهم، كمان بيعرفوا ان جماعه السموم منتشرين في منطقه مجاوره، علشان كده شكوا في الدكتوره. لو هاو بيبقى عارف ان جماعه السموم دول من طائفه السموم السماويه، وبيحبوا يصنعوا السموم ويقتلوا بيها الناس، ولكن على الرغم من الساحره الصغيره من طائفه السموم الا انها بتساعد الناس ما بتقتلهمش. لو هاو بيسال الساحره الصغيره عن قطرات التلج اذا كانت تعرفها ولا لا، وهي طبعا بتبقى عارفاها. الساحره بتبقى عايزه تروح جبل الشيطان علشان تجمع العلاج لاهل القريه، ولو هاو بيتفق معاه ان هو هيحميها لو ساعدته ان هو يلاقي قطرات التلج. لو هاو بينطلق مع الساحره الصغيره ناحيه جبل الشيطان، وفي الطريق بيسالها ليه سابت اهل القريه يضربوها رغم انها من المستوى التاسع وتقدر تقضي عليهم كلهم، لكن هي بتقول له ان اهل القريه يعتبروا اسرتها وما تقدرش تعمل معاهم حاجه وحشه كده ولا كده. الساحره بتعرفه انها اتصابت بسم خطير وهي صغيره، واي حد كان بيلمسها كان بيموت. ابوها مات بسببها وامها كمان، ووقت ما كل كان عايز يتخلص منها اهل القريه دي هم اللي ساعدوها ووقفوا جنبها، واستمرت معاهم في القريه لحد ما سيد السموم شافها واخدها معاه للطائفه علشان يعالجها. ومن فتره السيد عرف اصابه اهل القريه بالطاعون علشان كده اداها العلاج وطلب منها ترجع تساعد الناس. بعد شويه مشي كتير بيوصلوا لوادي الطب الكبير، وهناك لو هاو بيلاقي قطره التلج وبياخد منها مجموعه كبيره، وقبل ما يرجعوا بيتعرضوا لهجوم تعبان سام كبير. الساحره الصغيره بتقف قدامه وده علشان تقتله عن طريق السم بتاعها، ولكنها بتلاقي لو هاو قطع التعبان بالسيف بتاعه. مش بس كده، ده كمان بيعرفها ان هو اللي استدعى التعبان بمزاجه علشان يسحب الطاقه بتاعته. بعد ثواني بيلاقوا تعابين كتير جدا، والساحره بتفتكر انهم دخلوا وكر التعابين بالغلط. لو هاو ما بيهتمش وبيهجم على كل التعابين وبيقتلهم كلهم بكل سهوله. ولكن بما ان المصايب ما بتجيش لوحدها، مره واحده بيلاقوا شخص من القريه بيزحف وبيقول للساحره الصغيره انها ادت لهم امل ضعيف، وبعدها بيموت من غير ما تعرف ماله. لو هاو والساحره بيرجعوا القريه وبيلاقوا ان كل اللي موجودين فيها ميتين الا شخص واحد بس بيبقى عايش وموجود هناك، وهو سيد السموم اللي بيقول للساحره انه طلب منها تعالج الناس ولكنها قتلتهم. سيد السموم بيكشف لها خدعته وبيقول لها ان وصفه العلاج اللي اداها لها كانت خدعه مش اكتر، هتشفي الناس لوقت قليل وبعدين هتموتهم بطريقه اصعب من المرض نفسه. بيقول لها ان الوصفه دي كانت عباره عن مجموعه من السموم القاتله. الساحره الصغيره بتبدا تعيط لدرجه ان دموعها بتتحول لدم، وبعدها بتخرج طاقه رهيبه من جسمها بسبب غضبها من سيد السموم. وبيبقى سيد السموم اصلا عمل كل ده علشان يوصل للحظه دي وياخد طاقتها. فعلا سيد السموم بيطلق السلاسل بتاعته عليها وبيخطفها بعيد عن لو هاو. بعد ما سيد السموم قتل قرية الساحرة الصغيرة كلها وخطفها علشان يمتص طاقتها، لو هاو بيروح وراهم بسرعة وبيفضل مراقب المكان من بعيد، لكنه ما بيقدرش يقعد كتير والحراس بيشوفوه بيحاولوا يقتلوه، وده زي ما قلنا لانه كشف مكانهم السري عش الشيطان. لو هاو بينقض عليهم وبيقتلهم كلهم، لكنه بيسيب واحد منهم عايش علشان يستجوبه، وبيعرف مكان الساحرة الصغيرة منه. فعلا الحارس بيقرر يقوله على مكانها علشان ما يقتلوش، ولكن المشكلة ان سيد السموم خدها لمكان بوابته ما بتفتحش غير ما يكون هو موجود بس. لو هاو بيدي للحارس ظهره وبيكون عايز يقتله، ولكن لو هاو بيحس بحركته بيقول له ان هو كان هيسيبه يعيش، ولكن دلوقتي لا، بيمسكه وبيرميه في الجبل وبيقتله. لو هاو بيدخل المكان اللي الحارس قال له عليه وبيكون عبارة عن كهف كبير، وهناك بيلاقي سيد السموم قدام تمثال ضخم لتعبان سام، وبيتكلم عن خطته في انه يضحي بالساحرة الصغيرة علشان يصحي التعبان الاسطوري ده، وقبل ما يضحي بيها والتعبان يمتص طاقتها لو هاو بيتدخل علشان يمنع الخطة انها تكمل.
للأسف لو هاو بيبقى متأخر جدا، والتعبان فعلا بيمتص طاقة الساحرة وبتتحول لشخص قوي جدا من مستوى السماء الأسطوري اللي لو هاو بيحلم يوصل له. سيد السموم بعد ما بيندمج مع جسم التعبان بيهجم على لو هاو بيمسكه بكل قوة وبيخنقه، ولو هاو أول مرة بيحس إن هو عاجز قدام حد وما بيقدرش يتحرك، ولكن معجزة كبيرة بتحصل. صوت داخلي من لو هاو بيتكلم مع سيد السموم وبيقول له ما يجرؤش ان هو يقرب من حد من عشيرته. بعدها لو هاو جسمه بيخرج طاقة قوية جدا وسيد السموم بيقع على الارض، وبتكون الطاقة دي اسمها زئير التنين. بنعرف ان لو هاو ممكن يستدعي قوة اسطورية من محارب من نفس العشيرة حتى لو ميت. التنين الاسطوري ده بيتعرف على صاحب الطاقة دي وبيعرفه على انه شين لونج، وبيكون مرعوب وبيقول انه ازاي ما ماتش. القتال هنا بيتنقل من لو هاو لشين لونج اللي بيبقى قاتل قبل كده ضد التعبان الاسطوري ده، وقضى عليه هو وعشيرته كلها. بس التعبان الاسطوري روحه فضلت صاحيه مستنيه اعاده الاحياء من جديد. شين لونج بيهجم على التعبان الاسطوري وبيقتله بكل سهوله. بعدها بياخد روحه علشان يستخدمها في احياء الساحره الصغيره من جديد. شين لونج بيبقى حاسس بالشفقه تجاه حفيده لو هاو، وبيقول له ان لسه قدامه كتير علشان يستخدم قوته كلها. لو هاو لما بيفوق بيعرف ان جبل الشيطان اصلا اتكون بسبب معركه بين اجداده وبين التعابين الاسطوريه، وبيكتشف ان جده ساب له هديه صغيره وهي طاقه كبيره جدا وصلته للمستوى الثامن من فنون القتال الموروثه. مش بس كده، ده كمان قدر يتعلم ان هو يتحكم في الاشياء الخارجيه علشان يستخدمها في قتال اعدائه زي الذئب اللي بيقف في طريقه ده. في النهايه لو هاو بيقرر ياخد الساحره الصغيره للقريه اللي فيها شيمو والبنت الثانيه علشان هو يرجع يسلم فانج العلاج والرساله. لو هاو بيوصل القريه في نفس الوقت اللي قطاع الطرق بيكونوا بيهجموا على الناس علشان يدوروا عليهم لانهم عايزين يقتلوه. طبعا لو هاو بيقضي عليهم كلهم وبيعرف ان دول مش قطاع طرق وانما جنود من المملكه بتاعتهم، والامير هو اللي بعتهم علشان عايز يمنع لو هاو من انه يوصل الرساله للاميره فانج. بعدها لو هاو بيعرف ان اهل القريه خبوا شيمو ولينج في كهف بعيد علشان محدش يعرف يوصل لهم. لو هاو بيروح لهم وبيعرف من لينج ان الامير التاني نصب له فخ كبير وبيحاول يقتله بكل الطرق، وبتطلب منه يرجع العشيره بتاعته بسرعه علشان يسلم فانج الرساله. بالليل بنشوف مجموعه من جنود المملكه بيتكلموا عن لو هاو وبيقولوا ان هو قوي جدا بس مش اقوى من 1000 محارب المقدسين. وقبل ما يكملوا كلامهم بيلاقوا لو هاو قتل كل جنود الجبهه الاماميه وبيهربوا بسرعه علشان يبلغوا باللي حصل ده. ولكن طبعا لو هاو ما بيسمح لهمش بده وبيهجم عليهم وبيقتلهم بسرعه كبيره جدا. واحد من الجنود بيعرف ان الجبهه الاماميه كلها اتقتلت فبيرجع يبلغ قائد الجيش. قائد الجيش بيبقى متعصب جدا وبيقول ان مستحيل واحد بس يقضي على جيشه كله، بيبقى مستعد علشان يقود باقي الجيش ويروحوا يقتلوا لو هاو، ولكنه ما بيلحقش ولو هاو بنفسه بيكون وصل للخيمه بتاعته وبيقتل الجندي بتاعه. قائد الجيش بيفضل يضحك وبيقول له كان معاك فرصه تهرب للعشيره بتاعتك ولكن غرورك جابك لحد عندي، وبيستعد بقى علشان يقاتل لو هاو. بيفضل يقول له ان هو هيموت دلوقتي حالا، ولكن لو هاو بيجيبه على الارض من اول ضربه. اخيرا تاني يوم الصبح لو هاو بيرجع للعشيره وبيقدم قطرات التلج للدكتوره شوان وبيسلم الرساله للاميره فانج. وبكده لو هاو ما بقاش قدامه اي حد غير هوان يو. هوان يو في الوقت ده بيبقى متعصب جدا لما عرف ان لو هاو رجع للعشيره رغم العقبات اللي حطها قدامه، وبيقول ان هو هيقتل لو هاو ومش مهم معاه سمعته اللي هتبوظ في العشيره كلها. لو هاو بيرجع للطائفه بتاعته وبيبلغ العجوز الشانج ان هو هيقاتل هوان يو، وبيقول له ان لو ده هيأثر عليه هو ممكن يقتل هوان يو ويهرب من الطائفه وينهي العلاقه بين المعلم والتلميذ بتاعه. الشانج بيطلب منه يخرج بره علشان يكمل اكله وما بيهتمش بكلامه وما بيوافقش حتى ان هو يساعده في التعليم. لو هاو بيروح يطمن على تشونج وبيعرف ان هو هياخد 3 ايام علشان يتعافى من مرضه، وبيطلب من الطبيبه انها تعتني بيه بعد كده. وقبل ما يقولها السبب بيلاقي هوان يو داخل عليهم وبيتهم ان هو اللي اصاب تشونج. زعيم العشيره كلها بيبقى مع هوان يو وبيكون متفق مع كلامه، ولما لو هاو بيرفض الاعتراف بالذنب ما عملوش، هوان يو بيستغل السلطه علشان يهجم عليه تحت مسمى ان هو بيطهر العشيره من الفاسدين. طبعا لو هاو بيقدر يضربه بكل سهوله من غير حتى ما يتحرك خطوه واحده من مكانه. هوان يو بيكون مستغرب ان لو هاو قدر يضربه وبيعرف ساعتها ان هو مقاتل اسطوري. لو هاو بيبدا في الهجوم على هوان يو اللي ما بيقدرش يصد ضربات لو هاو. لو هاو بيقدر يستخدم طاقته الروحيه علشان يأذي عقل هوان يو، ولما زعيم العشيره بيشوفه بيقرر يتدخل لان هو سيد الروحانيات وما ينفعش لو هاو يستخدم نفس الاسلوب وهو موجود، علشان كده بيهجم عليه. لو هاو ما بيتهزش من هجومه عليه وبيوجه له ضربه قويه هو كمان، وبكده لو هاو بيقاتل 2 من اقوى الاقوياء في العشيره كلها. مش بس بيقاتلهم، لا ده بيعلمهم درس قوي جدا وبيخليهم يعرفوا هم بيقاتلوا مين كويس وانه مش مجرد تلميذ في العشيره. وانيو بيعرف ان هو ملوش فرصه مع لو هاو فبيقرر ان هو يترجاه علشان يسيبه يعيش، وبيقول ان هو حكم عليه غلط وانه ما كانش يعرف ان هو بالقوه دي كلها. لو هاو بيبقى واخد قرار ان هو يقتله ومهما ترجاه مش هيسيبه. فعلا لو هاو بيضربه ضربه بسيفه وبيقتله. بعدها لو هاو بيعرف ان ملوش مكان في العشيره علشان كده بيهرب منها قبل ما سيد الطائفه يوصل.
العجوز الروحاني بيقرر ان هو يستدعي سيد الطائفة بسرعة، وفعلا ده بيحصل، ولوهاو بيلاقي نفسه اتربط بسلاسل قوية واتسحب للعشيرة من جديد، واللي بيكون سحبه هو سيد الطائفة تشين. لوهاو بيحاول يشرح اللي حصل ويبرر موقفه، ولكن تشين بيمنعه وبيستخدم طاقة كبيرة جدا علشان تسيطر عليه. بعدها بيقول للوهاو ان هو مش هنا علشان يكتشف الحقيقة، انما وجوده علشان يلاقي الشخص يتحمل العواقب. تشين بيهجم على لوهاو علشان يقتله، ولكنه بيتفاجأ بطاقة رهيبة بتدافع عنه وبتصد هجومه. تشين بيستغرب ان في حد ممكن يقف قصاد زعيم الطائفة، ولما بيبص بيلاقي العجوز شيانج ومعاه موفي فان. تشين بيستغرب ان شيانج بيدافع عن لوهاو وبيسأله انت عايز ايه؟ شيانج بيطلب منه يسلمه لوهاو، ولكن لوهاو بيتدخل وبيقول له ان هو قتل هوان يو وانه ملوش علاقة بيه علشان ما يحملوش المسؤولية معاه. شيانج بيتعصب عليه وبيقول له ما يقولش الكلام ده مرة تانية، واهم حاجة ان ما يكونش هوان يو ضربه. تشين لما بيعرف ان لوهاو يبقى تلميذ عند شيانج بيتعصب وبيقول للشيخ الروحاني كان لازم تقول لي ان التلميذ ده يبقى من تلاميذ شيانج. الواضح كده ان شيانج وراه قصة عظيمة اكيد هنحتاج نعرفها. المهم ان الشيخ الروحاني بيتعصب وبيطلب من تشين يقتل شيانج لانه مجرد عجوز مستني الموت. ساعتها شيانج بينزل عليه بضربة واحدة قوية جدا وبيقتله، وبكده يبقى حط تشين تحت اختبار كبير. ولما بيقول ان هو كمان قتل واحد من شيوخ العشيرة هل هيعاقبه هو كمان؟ تشين بيبقى واضح عليه ان هو بيخاف من شيانج وبيقول ان هو مش هيقدر يعاقبه، ولكن لوهاو لازم يتعاقب علشان العشيرة ما تبقاش ساحة للاطفال. شيانج بيقول ان هو اللي هيعاقبه بنفسه، وفعلا بيقرر يعاقب لوهاو اللي بيبقى خايف جدا، ولكن بيتفاجئ ان تشانج العجوز بيقول له عقابك انك هتتحجز في الطائفة وتقف وشك للحيطة لمدة 3 ساعات. طبعا موفي فان ما بيقدرش يمسك نفسه من الضحك، ولوهاو بيفرح على الاخر وبيوافق على تنفيذ العقاب ده. تشين ما بيوافقش وبيقول له ان هو في مسابقة كبيرة هتحصل قريب، ولو لوهاو قدر يحقق المركز ضمن اول 3 مراكز ساعتها مش هيعاقبه، ولكن لو خسر هيبقوا بقى يتكلموا عن العقاب الحقيقي وقتها. في النهاية لوهاو بيرجع مع العجوز شيانج وموفي فان لطائفة تايون فونج. لوهاو اللي بيبقى مستغرب ان العجوز شيانج قدر يتحدى زعيم الطائفة. مش بس كده، ده كمان زعيم الطائفة كان خايف منه وما قدرش يقاومه. بعد شوية اخيرا لوهاو بيقابل جوتشين بعد ما افاق ورجع سليم، وطبعا جوتشين بيبقى مستغرب ان لوهاو بقى محارب اسطوري بعد وقت قليل جدا، ولوهاو بيقول له ان الخروج في رحلات خارجية بيحسن المستوى بشكل ملحوظ. جوتشين علشان عارف ان لوهاو مغامر بيديله خريطة للكنز القديم وبيقول له انها هتفتح له مسارات جديدة للطاقة. جوتشين بيتخلى عنها علشان لوهاو وبيقول له ان هو مش قوي كفايه ومش هتبقى مؤثره معاه على عكسه هو. لوهاو لما بيرجع للعجوز شيانج ومو بيقول لهم ان هو عايز يخرج في رحله خارجيه لصحراء البحر الفضي علشان يكتسب طاقه جديده، ولكن شيانج بيحذره من المكان ده، وموفي فان بيقول له ان صحراء البحر الفضي طريق لارض الخيال، ولكن مقابل ده فانها ارض خطيره ومتاهه مرعبه. بيقول له كمان ان هو لو مش عارف موقع الكنز بالظبط هيتوه في الصحراء وهيموت. ساعتها لوهاو بيعرض عليهم الخريطه بتاعه الكنز اللي خدها من جوتشين، ولكنهم ما بيهتموش وبيقولوا له انها مجرد صوره على ورق. العجوز شيانج بيقول له ان هو مش هيقدر يمنعه، بس الاول لازم يعلمه مهارات تايون فونج الفريده. بنعرف بقى ان لكل طائفه مهارات خاصه اسطوريه، والطائفه الوحيده اللي ما حدش عارف مهاراتها هي تايون فونج. العجوز شيانج بيستخدم الاكل علشان يرسم دائره سحريه، ولكن لوهاو ما بيفهمش منها اي حاجه. طبعا شيانج وموفي فان بيقولوا يا خساره التعليم بتاعهم، وانهم اختاروا اغبى طالب في العشيره. العجوز شيانج بيتحدى لوهاو ان هو يخلي البذره اللي في الدايره دي تنبت، ولو عملها هيسمح له بالخروج. لوهاو بيفضل وقت طويل مع البذره اللي بتكون اصلا مستويه، ما بيعرفش يعمل اي حاجه، ولكن بعد فتره بيفهم سر الدايره وبيعرف ان اسلوب تايون فونج مش قتالي، ولكن انما اسلوب في التحكم في كل القوانين. وفعلا تاني يوم الصبح العجوز شيانج وموفي فان بيصحوا يلاقوا البذره بقت نبات كبير بسبب لوهاو. كمان بيعرفوا ان لوهاو ما قدرش يستنى وخرج لصحراء البحر الفضي، بس دلوقتي العجوز شيانج بيبقى مطمن عليه، وده بعد ما اتعلم اسلوب الطائفه. لما بنروح بقى لوهاو اللي بيبقى في الغابه وبيتعرض لهجوم من طائفه التنين، لكن طبعا لوهاو بيقدر يتحكم في عقولهم بكل سهوله، وبيعمل مجال طاقه قوي جدا بيسيطر عليهم. قائد المجموعه اللي بيبقى جاي ينتقم للوي بيهرب لانه بيعرف ان مستحيل حد يقدر على لوهاو، ولكن طبعا لوهاو بيقول له ان دخول الحمام مش زي خروج يا معلم، وبيمسكه ساعتها وبيعدمه العافيه. مش بس كده، ده بيرجع بجسمه لقائد طائفه التنين وبيرميه قدامه. لوهاو بيطمنه ان هو كويس ولكن هيفوق بعدين. زعيم الطائفه بيفضل ينادي على الكل، ولكن اصلا لوهاو بيكون قضى عليهم كلهم، وبيقول له ان مفيش حد هيسمعه. لوهاو بيبدا هجومه وبيسيطر عليه، وبيقول له ان هو حاول يقتله قبل كده بس المره دي هو صاحب الايد العليا. وفي النهايه لوهاو بيوجه ضربته لزعيم القبيله وبيقتله تماما. تاني يوم لوهاو بيكمل في طريقه ناحيه صحراء البحر الفضي وبيوصل مدينه صغيره. هناك بيلاقي مجموعه من الناس بيضربوا شخص ضعيف من عشيره شونجان لانه سرق حاجه من احد الاشخاص. طبعا لوهاو بيتدخل وبيضرب الشخص اللي بيضرب الشاب ده، وبيقول له ان هو كمان من
عشيرة شونجن. وقبل ما يرد الهجوم على لو هاو بيلاقي نفسه مش قادر يتحرك لأن لو هاو بيستخدم مجال الطاقة بتاعه. بعدها بيفضل يضرب فيه وبيديه درس علشان ما يهجمش على أي حد من الطائفة بتاعته. بعد كده الشاب اللي كان بيتضرب بقى بيشكر لو هاو، ولكن بيطلب منه ما يتدخلش في قتالات كتير علشان المدينة دي لازم ياخد حذره فيها، لأن من سنة بالظبط كل الطوائف بعتوا مقاتلين وخبراء في كل مكان في المدينة ولازم يخلي باله يعني. وبعد ما لو هاو بيمشي بيلاقي شاب تاني بيحاول يتعرف عليه وبيقول له ان هو شاف قتاله من شوية وانبهر بيه، كمان بيطلب منه يشتغل معاه، ولكن لو هاو بيكون واضح عليه ان هو غير مهتم وبيسيبه وبيمشي. لما لو هاو بيرمي عينه في المدينة وبيلاقي الساحرة الصغيرة مخطوفة ومحطوطة في قفص زي العبيد، طبعا بيجري بسرعة علشان ينقذها، ولكن الشاب بيمسكه وبيطلب منه ما يتهورش لانه ما ينفعش ينقذها هنا. وبنعرف ان الشخص اللي خاطفها ده هو كان لانج، وواحد من نفس الطائفة اللي لسه هاو ضارب منهم الشاب اللي فات، وبيحذروا منه لانه قوي جدا وقدر يهجم على الساحرة الصغيرة. اكيد في شغل بين العائلات الكبيرة فالاحسن ان هو ما يتدخلش بينهم علشان ما يعملش مشاكل بين العائلات دي. لو هو ما بيسمعلوش وبيكون عايز ينقذ الساحرة الصغيرة باي طريقة، ولكن الشاب بيقول له ان في طريقة ينقذها بيها بدون اي تهور. فيا ترى هيعملها ازاي؟ بالليل بنشوف كان لانج وهو بيسلم الساحرة الصغيرة لراجل عجوز، ولكن بيمنعه من انه يقرب منها، وبيطلب منه في البداية يسلمه جزء من الكنز. بعد شوية الراجل العجوز بيمشي من غير الساحرة الصغيرة، وكان لانج بيرجع البيت مع صديقته، ولكن بيتفاجئوا بالشاب اللي كان مع لو هاو موجود جوه. بنعرف ان اسمه دوجو، وبيبقى على معرفة مع كان لانج وبيقول له ان هو عنده معلومات عن كنز البحر الفضي. على الناحية التانية لو هاو بيكون عند الساحرة الصغيرة بيضرب الحراس وبيدخل ينقذها، ولكن قبل ما يخرج بيلاقي الراجل العجوز واقف قصاده، ولو هاو بيتسرع وبيهجم عليه، بس الراجل العجوز ده بيبقى من قبيلة السموم وبينقل السم في جسم لو هاو، ولكن لو هاو ما بيتأثرش بيه وبيقدر يستخرج السموم بكل سهولة. بعدها بيهجم عليه وبيقضي عليه تماما، ولكن ما بيقتلوش وبيكون عنده سبب. في الناحية التانية دوجو بيكون قاعد يهزر مع كان لانج وبيقول لهم ان هو ما يعرفش اي حاجة عن الكنز، لانه فعلا كان بيعمل كل ده علشان يكسب وقت لو هاو وانه ينقذ الساحرة الصغيرة. في الاخر بعد ما الكل بيمشي كان لانج بيعرف ان هو واقع في فخ وان الساحرة الصغيرة مشيت بالفعل. كان لانج بيروح مكان الساحرة الصغيرة وبيلاقي الراجل العجوز لسه فايق هناك، فبيشك ان هو اللي ورا اختفاء الساحرة الصغيرة، فبيهجم عليه وبيقتله على طول، وبتكون هي دي خطة لو هاو اصلا. دوجو بيقول للو هاو ان هو ساعده ودلوقتي لازم يساعده هو كمان. بعدها بياخده المدينة وبيخليه يقابل واحدة صاحبة محل كبير، وطبعا كل الناس اللي كانت مستنية بتتضايق لانها سمحت للو هاو بس بالدخول. الغريب ان كل الناس في المدينة دي بيبقوا شايفين طائفة شونجن ضعيفة جدا ومحدش بيحبهم، ولما واحد من الموجودين بيكتر في الكلام مع لو هاو بيروح يضربه واحدة كده تحت الحزام وبيخلي كل اللي موجودين يخافوا منه الا واحد بس، وهو تشانغلو تلميذ النسر الذهبي من طائفة تشانغلا. وكل اللي موجودين بيقولوا ان لو هاو بقى في ورطة دلوقتي، ولكن لو هاو ما بيديهمش فرصة في التفكير وبيضرب تشانغلو وبيجيبه على الارض بسهولة. بعدها لو هاو بيدخل وبيقابل كوارتز وده صديق الدوجو، والاتنين بيكلموا لو هاو عن الكنز وان فيها احجار طاقة كفاية انها تزود طاقة عشيرة كاملة. على الرغم ان لو هاو شايف ان احجار الطاقة دي شيء نادر واكيد هيسعى للحصول عليه، بس دوجو بيقول له ان في حاجة تانية في الكنز اهم من الاحجار. ولكن قبل ما يتكلموا عنه بيلاقوا كان لانج اقتحم الاجتماع وهو متعصب، وصديقته بتبدأ الهجوم، ولكن لو هاو بيضربها وبيطلب من دوجو وكوارتز يركنوا على جنب لان دي مشكلته وهو اللي هيحلها. كان لانج بيزود طاقته بطريقة عجيبة وبيهجم على لو هاو، ولو هاو ساعتها بيلاحظ ان بقى اقوى وقدر يقاومه كمان. كوارتز بتوضح للو هاو ان كان لانج قدر يستخدم طاقة اخواته الخمسة وده علشان يضاعف قوته، وبتطلب من لو هاو ان هو ما استهونش بيه، ولكن لو هاو بيهجم المرة دي هجوم قوي وبيقضي على كان لانج واخواته كلهم وبيطردهم من المكان الا كان لانج، لان كوارتز بتمسكه وبتقول له ان ليه استخدام مهم. بعدها بتحط ايديها على قلبه وبتدخل ابرة غريبة وبتتحكم فيه علشان يروح معاهم في رحلة صحراء البحر الفضي. تاني يوم كلهم بيتحركوا ناحية الصحراء، وهناك لو هاو بيلاقي ناس كتير جدا، ولكن بيعرف من كوارتز ان ده امر طبيعي وكل الناس بتدور على الكنز، ولكن هي هتستخدم كان لانج اللي هيقدر يدلهم على مكان الكنز الحقيقي. فعلا كان لانج بيضرب بسيفه في احد الصخور وبيخرج من الارض عمدان كبيرة ومعاها بحيرة صغيرة. معظم الناس بيتحركوا لمكان البحيرة علشان الكنز موجود تحتها. طبعا بيحصل خناقات كتير على الكنز بين مقاتلين اقوياء، ولكن لو هاو وفريقه بيفضلوا واقفين يتفرجوا. الخناقات بتبقى موجودة بين كل الطوائف والكل بيبقى عايز ياخد الكنز لنفسه. بتبقى في طائفة اسمها باركسون ودي هي الطائفة المسيطرة، وواحد من مقاتلينهم بيطلب من الكل يخرج طالما مش من الطائفة بتاعتهم علشان ما يقتلهمش. طبعا الكل بيخاف من قوته وبيهرب الا لو هاو وفريقه. دوجو اخيرا بيقرر يستخدم قوته لاول مرة وبيهجم
على عضو من فريق باركسون وبيقتله بكل مهارة وسرعة. مش بس كده، ده كمان بيقتل 10 بحالهم من العشيرة دي تحت نظرات الصدمة من القائد بتاعهم. ولما القائد بيحاول يدخل في القتال بيلاقي نفسه مش عارف يستخدم قوته القصوى. لو هاو بيدخل في القتال هو كمان وبيهجم على القائد وبيضربه بكل سهولة. لو هاو بيعرفه بنفسه بيقول له ان هو من عشيرة شونجن ومن طائفة تايون فونج. بعدها بيقتله. دوجو بيتعرف على الطائفة لأنه عارف موفي فان. بعدها الكل بيكمل طريقه، ولكن قبل ما لو هاو بيعبر البحيرة كوارتز بتوقفه وبترمي جثة في البحيرة علشان لو في أي فخ ولا حاجة. وبالفعل يا أصدقائي البحيرة بتبقى عبارة عن فخ من رمال متحركة بتسحب الجثة لجوه. دوجو بيتعصب على كان لانج وبيطلب منه يكشف لهم المدخل الحقيقي للكنز لكنه بيرفض. لو هاو بيقتله على طول. دوجو بيتضايق لأن كان لانج الوحيد اللي يقدر يقول لهم على مكان المدخل، ولكن لو هاو بيطمنه إن هو اكتشف طريقة الدخول وفتح البوابة بالفعل. فعلا بياخدهم لجبل ضخم وبيقول لهم ان هي دي بوابة الكنز، ولكن غريب انهم كل ما يمشوا بيلاقوا نفسهم رجعوا نفس المكان مرة تانية ومحدش بيعرف يوصل للكنز. لو هاو بيبقى خايف انهم يكونوا دخلوا في متاهة، ولكن بعد ما بيراجع خريطة جوتشن بيلاقي ان الكنز موجود في المكان اللي هم فيه بس فعلا تحت الارض. واخيرا بعد ما مشوا على الخريطة بيوصلوا لمدخل الكنز. هناك كوارتز بتقول للو هاو انها غيرت الاتفاق ومش هتديله جزء من احجار الطاقة ولا حاجة، لا دي هتديله احجار الطاقة كلها، ولكن مقابل ده لازم يستحمل الهجوم بتاعها. كوارتز بتستخرج طاقة كبيرة بتأثر على لو هاو وبتخليه مش قادر حتى يتحرك. دوجو بيطلب منه يستخدم قوة التنين الذهبي علشان ما يموتش، وفعلا لو هاو بيقدر يقاوم الطاقة وده بيسبب فتح بوابة الكنز. لو هاو بيستغرب من كوارتز وما بيكونش عارف هي ازاي عندها القوة دي كلها. بعد ما لو هاو فقد كل قوته بيسأل كوارتز هي مين وبتعمل كده ليه. كوارتز بتشرح لنا هي مين بالتفصيل. كوارتز بتقول له انها من جناح الأباطرة الثلاثة وبتشرح له ان خارج العالم في قوة تانية أقوى من هنا بكتير، والعظماء خارج العالم بيطلقوا على نفسهم المتحكمين، والمتحكمين دول كانوا عايزين يسيطروا على العالم البشري في العصور القديمة، وكوارتز كانت من ضمن المتحكمين دول. وبعد ما نزل المتحكمين الأرض وحكموا على البشر بكل وحشية وأدوا إلى خسائر ضخمة، كوارتز كانت من مجموعة سان هوانج اللي ما قدروش يسمحوا للمتحكمين ان هم يقضوا على عالم البشر. علشان كده قرروا ان هم ينضموا للبشر ويساعدوهم ضد المتحكمين، ومن ضمنهم كانت كوارتز. القتال كان قوي جدا بين سان هوانج والمتحكمين، لكنه انتهى بطرد المتحكمين من عالم البشر. ولكن بعد خروج المتحكمين رجع البشر بتعليمهم وتدريبهم على فنون القتال السماوية وكانوا أقوياء جدا. على العكس كان أجداد كوارتز قوتهم ضعفت، وبدأ وقتهم قتل البشر لعشيرة سان هوانج ومطاردتهم. كوارتز اللي رفضتها السماء وخارج العالم بسبب انقلابهم على المتحكمين، وكمان البشر رفضوهم وقتلوهم رغم انهم وقفوا جنبهم وساعدوهم. علشان كده كوارتز دلوقتي قررت تنتقم من البشر خاصة من المقاتلين، وعلشان تحقق ده كان لازم تزود قوتها من سلالة سوزاكو، وده سبب وجودها هنا وبحثها عن الكنز. وكان لازم لها شخص يحمل قوة سلالة التنين علشان تستخدمه كطعم لزيادة قوتها. لو بيعرف ان كوارتز كل همها انها تسحب قوته، وكوارتز بتطلب منه يتعاون معاها وينقل سلالة التنين ليها في مقابل انها تنقذ حياته. طبعا لو هو بيرفض رغم ان هو بيكون تعبان جدا وما بيقدرش يقاتلها، ولكن ما بيكونش قدامه اي حل غير محاولة الصمود. دوجو بيبدأ الهجوم على لو هاو، ولو هاو بيبقى قاعد مش عارف يتصرف ازاي بدون قوته، وبيكون شايف ان هو هيخسر بسهولة. ولكن في اللحظة دي بتظهر جنية المرايا المقدسة وبتدخل جوه جسم لو هاو علشان تديله طاقتها. لو هاو بيقدر يتجنب هجوم دوجو بسهولة وبيضرب بسرعة كبيرة، وبعدها بيهجم على كوارتز اللي بتستخدم اسلوب الدفاع القوي جدا، ولكن لو هاو بيخترقه بكل سهولة وبيوجه لها ضربة قوية للغاية. الجنية بتقدر تطور قوة لو هاو وبتستخدم طاقة كبيرة قوي. كوارتز ودوجو بيكونوا شايفين انها مرعبة. مش بس كده، دي كمان بتخليه يستخدم قوة السوزاكو وبيهجم بيها عليهم علشان يقضي عليهم تماما. وبعد ما قوة لو هاو اتطورت، الجنية بتسمح له يستخدم جسمه مرة تانية وبتمشي هي علشان تنام. وبسبب قوة الجنية المكان بيبدأ في الانهيار، ولو هاو قبل ما يخرج بياخد أحجار الطاقة، ولكن قبل ما يمشي بيلاقي دوجو بيطلب منه يساعدهم في الخروج، وده لان كوارتز فقدت كل قوتها. تاني يوم بنشوف كوارتز ودوجو بيشكروا لو هاو لانه انقذهم رغم انهم كانوا عايزين يقتلوه، ولو هاو بيقول لها ان دوجو ساعده في انقاذ الساحره الصغيره وعلشان كده هو بيرد له المساعده مش اكتر. كوارتز بتقرر ترد له الجميل ده هي كمان، وبتسلمه خريطه لكنز تاني مليانه كثير نادره، وكمان بتسلمه كتاب فيه اهم تمارين عشيره سان هونج. بكده تكون مغامره لو هاو في صحراء البحر الفضي انتهت، واخيرا بيرجع العشيره من جديد
جديد. وقبل ما يقابل العجوز الشيانج بيسمع وهو بيتكلم عن المسابقه السنويه للطوائف، بيدخل بسرعه علشان يعرف تفاصيل اكتر، وبيعرف من العجوز الشيانج ان مسابقه الطوائف السته على وشك البدايه، وبيطلب منه ينضم هو مو فيفان. وبيعرف كمان ان طائفه تايون فونج ما فيهاش غير 10 تلاميذ بس، ولازم كل طائفه يوصل منها عدد للنهائيات، وعلشان كده هما الاثنين هيشتركوا. لو هاو بيبقى شايفها منافسه سهله وبيكون واثق ان هو هيكسب هو ومو فيفان. بيروحوا هما الاثنين للتصفيات الاولى ولازم يفضلوا على الحلبه وسط اخر 10 متسابقين. مو فيفان ولو هاو بيقدروا يكسبوا اول 6 قتالات بسهوله وبسرعه كبيره. واحد من المقاتلين الاقوياء بياخد تعليمات من زعيم عشيرته علشان يقاتل لو هاو ومو فيفان. المقاتل الاول بيقاتل لو هاو بيستخدم اسلوب قوي جدا في الهجوم ونادر كمان، والكل بيبقى معتقد ان هو هيكسب لو هاو، ولكن طبعا لو هاو بيتصدى الهجوم بكل سهوله وبيقضي عليه بضربه واحده بس. المقاتل بيقوم من جديد وبيكون متضايق ان لو هاو احرجه قدام عشيرته كلها، وبيهجم عليه بضربه اسطوريه لكنها ما بتاثرش في لو هاو نهائيا. بعدها لو هاو بيستخدم اسلوب هجومي قوي جدا وبيقضي عليه تماما وبيقتله. الاخ الاكبر المقاتل بيتضايق بسبب موته وبيقرر ينتقم ويهجم على لو هاو، ولكن زعيم العشيره بتاعته بيوقفه وبيمنعه من الهجوم ده. لو هاو بيعرف ان اكيد الزعيم اكتشف مقدار قوته وعلشان كده مرضيش يضحي بتلميذه الثاني، وبعدها زعيم العشيره بيعلن ان لو هاو نجح في الاختبارات وهينضم للتلاميذ الاوائل. بعد انتهاء المنافسه لو هاو ومو فيفان بيرجعوا بفلوس كتير جدا لعجوز الشيانج، وبيكون فرحان على الاخر لان اكتر حاجات بيحبها هي الذهب والاكل والشرب. مو فيفان بيشكر لو هاو، بيعرفه ان هو في بينه وبين المقاتل شينج مشاكل لانه تسبب في شلله، وبيحكي له بقى ان مقاتلين طائفه شاينينج كانوا اقوياء جدا من بدايتهم في العشيره وكانوا بيتلقوا تعاليم اسطوريه، ولكن مو فيفان كان بيقدر يتغلب عليهم بكل سهوله. وبسبب ده قائد الطائفه قرر يطرد مو فيفان من الطائفه لان باقي التلاميذ كانوا من نفس سلالته، وكان واضح الفرق بين مو فيفان وبينهم، وعلشان كده قرر يبعده. ومش بس كده، ده كمان حاول يقتله. لو هو بيقول ان هو هينتقم له من قائد الطائفه كمان بس لما تجيله الفرصه. بالليل لو هو بيروح الكهف المخصص بتاعه علشان يختبر قوته ويستخدم الكنز اللي لقاه. في البدايه بيفشل في تشغيل الطاقه لانه محتاج طاقه نبض النار، ولكنه بيكتشف ان دي الطاقه اللي حصل عليها من قتاله مع كوارتز وبيستخدمها وبينجح. واخيرا بيحصل على طاقة الكنز كلها وبيبدأ يطور طاقته بشكل كبير جدا لدرجة انه بيوصل لمستوى التاسع من مستوى التنين الذهبي. تاني يوم لو هاو بيلاقي شخص ما بينادي عليه وبيقول له ان سرق تعاليم التنين من طائفته وهو هنا علشان ينتقم منه ويقتله. لو هاو بيخرج علشان يشوف مين ده وبيلاقي ابن المقاتل لو سيوكشي، وبيلاقيه بيتحداه يخرج معاه ويقاتله عند الجبل. لو هاو بيعرف ان الاسرة دي هي اللي قتلت اسرته وكان مستني اللحظة دي من زمان علشان ينتقم. الاثنين بيروحوا للجبل وهناك المقاتل بيعرف هوية لو هاو الحقيقية، وبيعرف ان لو هاو كان من نفس العشيرة بتاعته قبل ما يخونوه يطردوه خارجها. لو هاو بيتفاجأ بقوة الخصم لدرجة اننا اول مرة نشوف شخص بيقدر يوجه ضربة قوية للو هاو وبيجيبه بيها على الارض. لو هاو بيبقى مش عايز يظهر قوة التنين، ولكنه بيتفاجأ ان خصمه اخرجها وطورها كمان. علشان كده لو هاو ما بيفضلش مخبي قوته كتير وبيقوم يصد هجوم خصمه بكل سهولة. خصم لو هاو بيبقى متفاجئ ان لو هاو قدر يصد هجومه بكل سهولة، ولو هاو بيوضح له ان هو مش عايز يستخدم قوة التنين ضده. الخصم بيبقى خايف ومش عارف ازاي لو هاو قدر يطور طاقة التنين دي كلها، ولكن لو هاو بيعرفه انه اصلا من سلالة التنين الذهبي مش مجرد تعليم. في النهاية لو هاو بيوجه ضربة قوية جدا لخصمه وبيقضي عليه بعد ما وراه قوة التنين الحقيقية. الشاب بيفضل يترجى لو هاو ما يقتلوش وبيقول له ان هو لو قتل عيلته مش هتسيبه. لو هاو بيعرفه ان هو ما كانش هيقتله لانه ذكي وقدر يعرف هويته الحقيقية، ولكن بيبقى محضر له حاجة تانية وبيخرج جزء من محلول خده من الساحرة الصغيرة وبيجبر الخصم ان هو يشربه. لو هاو بيرجع العشيرة وبيقابل تشونج وبيوريه الاكسير اللي صنعه، وتشونج بيعرف ان لو هاو درب نفسه بقى مقاتل كيميائي كمان. تشونج بيقول للو هاو ان هو بقى قوي جدا وما فيش شك انهم وصلوا ان هم ينضم لميراث السيف. لو هاو ما بيكونش عارف هو بيتكلم عن ايه، بس بيعرف ان العجوز الشيانج قرر يرشحه للانضمام لميراث السيف، وان ميراث السيف مفتوح للجماهير السنه دي، والعجوز الشيانج قرر ان هو يرشحه ليها. لو هو بيبقى مستغرب ان العجوز الشيانج عمل حاجه زي دي، خاصه ان هو معرفوش. لو هو بيرجع لعجوز الشيانج وبيلاقيه بيستخدم طاقه غريبه مع مو فيفان، وبيعرفه ان هو استخدم تقنيه محرمه وهي ديانج زيانجو، بتكون تقنيه خطيره جدا وانه بيحاول يحجمها. لو هو ما بيعرفش يتصرف ازاي، ولكن مو فيفان بيخرج عن السيطره وبيهجم على عجوز الشيانج، ولو هو بيكون لازم يتصرف وبيفكر انه يستخدم طاقه قويه جدا علشان يوقفه، ولكن الجنيه بتظهر وبتطلب منه يستخدم طاقه التنين وما بيستخدمش طاقته الجديده. فعلا لو هو بيستخدم طاقته علشان يسيطر على مو فيفان وبينجح في خطته. بعد شويه لو هو بيصحى وبيلاقي مو فيفان سليم، فبيقرر يساله عن ميراث السيف ويعرف هم ليه خبوا عليه الموضوع، ومو فيفان بيعرفه انها قصه طويله هيحكي له عنها. في البدايه بيشرح له المسؤول عن طائفه ميراث السيف هو شينجان اللي له هو قتل تلميذه المفضل، وان مو فيفان اصلا كان مشارك في ميراث السيف، وانه عارف ان لو له هو اشترك شينجان هيحاول يأذيه بكل الطرق، علشان كده مش عايزينه ينضم لميراث السيف. وفي الاخر مو فيفان بيقول ان في معركه بينه وبينهم ولازم يخلصها. لو هو ما بيكونش خايف وبيطلب منه
بيروح معاه علشان يوريهم ان هو مش خايف منهم وكمان يساعده في الانتقام. العجوز الشانج بيكون سامعهم وبيوافق على انضمامهم هما الاثنين لانه واثق فيهم بشكل كبير. ولكن بالفعل لو هو بيروح مع موفي فان لممارسة السيف، والتحدي ده بيكون صعب جدا ومفيش ولا طالب نجح فيه قبل كده. بيبقى عبارة عن استخلاص طاقة ممارسة السيف الأسطورية. لوهاو وموفي فان بيروحوا بيحاولوا يتأملوا علشان يستكشفوا طريقة الحصول على الطاقة من ممارسة السيف، وبعد وقت طويل موفي فان بيبدأ في استيعاب الموضوع، ولكن تلاميذ طائفة الشيانجين بيقطعوه. مجموعة كبيرة من التلاميذ بيحاصروه بيقولوا له ان ده وقت موته. الغريب بقى ان كل التلاميذ اللي موجودين السنة دي غير لوهاو وموفي فان بيبقوا من طائفة الشيانجين ومحدش هيساعدهم. موفي فان بيبقى مش شايف اي مشاكل في القضاء عليهم، ولكن بيتفاجأ انهم استخدموا طاقة التجميد وبيفقد موفي فان القدرة على الحركة. بعدها بيبدأوا في الهجوم عليه، ولكن بيتفاجئوا ان هجومهم ضعف او مفيش اي ضربة بتوصل لموفي فان. ولما بيبصوا على لوهاو بيكون قدر يحصل على طاقة ميراث السيف وقدر يستوعبها كمان بشكل صحيح. لوهاو بيرجع للقتال والدفاع عن موفي فان وبيقول لهم محدش فيهم يستجرأ يقرب من اخوه الاكبر. لوهاو بيبدأ في الهجوم والخصم بيلاحظ ان سرعته بقت اكبر وبدأ يوجه ليهم ضربات قوية جدا. لوهاو بيقتل اول واحد من تلاميذ الشيانجين وده بينشر الرعب في باقي التلاميذ وبيقرروا ان هم يهربوا احسن، ولكن طبعا ما بيلحقوش لان لوهاو بيهجم عليهم وهم كمان وبيقتلهم بكل قسوة. زعيم القبيلة بقى بيكون متأكد ان موفي فان اكيد مات، ولكن بيتفاجأ لما بيدخل مقر ميراث السيف وبيلاقي ان تلاميذه هم اللي اتقتلوا كلهم. ولما بيبص وراه مرة تانية بيلاقي لوهاو وموفي فان بيقولوا له ان هو هيبقى جنبهم كمان شوية. طبعا زعيم الطائفة ما بيقدرش يعمل حاجة فبيستدعي قائد العشيرة تشين علشان يحقق العدالة. ولكن غريب بقى ان العجوز الشيانج هو اللي بيوصل وبيقول له ان قائد العشيرة قال له يهتم هو بكل حاجة من النهاردة، وده لانه مش هيجي مرة تانية. بنعرف بقى ان العجوز الشيانج زار تشين في مقره الخاص وطلب منه يهتم باحوال العشيرة كلها لمدة يوم واحد. تشين بيعرف ان شيانج عايز يعمل حاجة بخصوص طائفة الشيانجين وزعيمهم، وبيحذر العجوز الشيانج ان عائلة مانج مش هتسكت وهتنتقم منه. ولكن العجوز الشيانج ما بيهتمش وبيقول له لو مش هيوافق على طلبه هينفصل عن العشيرة كلها. طبعا تشين بيخاف وبيكون مضطر يقبل طلب العجوز الشيانج. بنرجع مرة تانية لزعيم الشيانجين اللي بيبقى متعصب على الاخر وبيقول للعجوز الشيانج ان عائلة مانج مش هتسيبه في حاله. الشيانج بيقول له ان مشكلته مش معاه وانه ملوش علاقة بحاجة. ساعتها قائد الشيانجين بيحضر قوته علشان ينتقم لافراد العائلة وبيقتل لوهاو وموفي فان. ولكن لما بيبدأ الهجوم العجوز الشيانج بيصده وبيقول له ما يتجرأش يهجم على حد في وجوده. بنلاحظ قوة العجوز الشيانج في عكس الهجوم بتاع زعيم الشيانجين وضربه ساعتها بكل سهولة. بعدها بيسيبهم وبيمشي وبيقول لهم ان هو دلوقتي مش هيقدر يستخدم غير 30% بس من قوته وهيقدروا عليه بسهولة. موفي فان بيطلب من لوهاو ما يتدخلش علشان ما يورطش نفسه مع عائلة مانج، ولكن لوهاو بيرفض وبيقول له ان دي معركته هما الاثنين مع بعض. بعدها بيبدأ في الهجوم على زعيم الشيانجين وبيفضلوا يرموه لبعض ويتسلوا عليه هما الاثنين، وفي النهاية موفي فان بيسحب سيفه وبيقتل زعيم الشيانجين وبينتقم لنفسه على كل حاجة. بعدها بيشكر لوهاو على مساعدته دي. تاني يوم لوهاو بيرجع للطائفة وبيلاقي موفي فان في حالة وحشة جدا، وللأسف العجوز الشيانج بيقول ان موفي فان حالته بقت سيئة وانه تعبان جدا والمرض توغل جواه وقدامه شهر واحد بس يعيشه. كمان بيعرف ان ده بسبب التقنية اللي استخدمها قبل كده. لوهاو بيبقى فاكر ان هو انقذه ساعتها، ولكن العجوز الشيانج بيفهمه ان هو اضعف قوته الخارجية مش اكتر، انما الموضوع سبب له اضطرابات داخل جسمه نفسه. ولكن بعدها العجوز الشيانج بيقول له ان الامل الوحيد لانقاذه هو انه يلاقي الدواء الوحيد اللي ينفع مع حالته دي، وبيكون علاج اسطوري موجود في عظم الخنازير. لوهاو ما بيكونش عايز يضيع وقته وبيروح بسرعة يدور على العلاج، ولكن العجوز الشيانج بيقول له ان الموضوع مش سهل لانه كان متوفر في عشيرة يولينج، والعشيرة دي اختفت من العالم من مئات السنين، واخر مرة حد شافهم فيها كانوا في المملكة السرية الشرقية. لوهاو ما بيستناش العجوز الشيانج يكمل كلامه وبينطلق بسرعة علشان يدور على العلاج وينقذ موفي فان. لوهاو بيوصل الغابات الشرقية بكل سرعته وبيوصل المملكة السرية، وده المكان اللي ظهرت فيه عشيرة يولينج للمرة الأخيرة. الغريب ان لوهاو كل ما يحاول يدخل المكان بتظهر عواصف رعدية بتضربه وما بيعرفش مصدرها منين، ولكن بعد شوية بتظهر مجموعة من الذئاب السحرية وبتهجم عليه لكنه بيقضي عليهم كلهم. لوهاو بيلاقي ان عددهم كبير جدا فبيقرر يستخدم طاقة اكبر علشان يقضي عليهم كلهم بسرعة علشان مفيش معاه وقت يضيعه. ولكن بعد شوية بيلاقي بنت جميلة بتهرب من شخص ما بيحاول يتعدى عليها، لكنه طبعا بينقذها وبيضربه. بيكتشف بقى ان الشاب ده من عشيرة الشيانجين وبيكون عايز يهجم على لوهاو، ولكن لوهاو بيعرفه ان هو لسه قاتل شينج زعيم الطائفة. طبعا الشاب ده بيستغرب وبيخاف جدا وبيبقى عايز يهرب، ولكن لوهاو بيقتله على طول. لوهاو بيعرف ان البنت دي من عشيرة
تيولينج، وبيقول لها ان هو مش عايز اي ضرر بيها ولا بعشيرتها، وبيقول لها ان هو جاي بس علشان ينقذ اخوه الاكبر موفي فان، وبيطلب منها العلاج، ولكنها بتعرفه ان العلاج مش موجود معاها وبيكون موجود بس مع قائد الفريق بتاعهم. البنت بتقول انها هترد له مساعدته وهتخلي قائد الفريق يكلمه بنفسه. لو هو بيقابل القائد اللي بيبقى عجوز جدا، ولما بيعرف ان لو هاو انقذ البنت بيقرر ان هو يديله العلاج، بس بيطلب منه ما يقولش اي معلومات عنهم وعن مكانهم، لان الممالك الكبيره لو عرفت هيحاربوهم علشان العلاج الخاص بيهم. لو هو بيقول له ان هو مش هيقول لاي حد عن المكان، ولكن الزعيم ما بيثقش فيه لانه خايف يضحي بكل حاجه مقابل وعد من لو هاو. اثناء كلامهم بيوصل مجموعه من عشيره تيانتو بيقولوا لو هاو ان هو بسببهم تتبعوه لحد ما وصلوا لمكان عشيره تيولينج. العجوز بيبقى فاكر ان لو هاو عمل الفخ ده علشان يكشفهم، ولكن لو هاو بيثبت له العكس لما بيستخدم طاقه التنين الذهبي علشان يقضي على افراد عشيره تيانتو ويحمي السر بتاعهم. العجوز بيفتخر جدا بلو هاو لانه بقاله 2000 سنه ما شافش شخص يحمل طاقه التنين الذهبي. بعدها العجوز بيقرر ياخده معاه لارضهم في الارض السريه ويورينا العشيره بتاعته. هناك لو هاو بيتفاجئ ان عددهم صغير جدا، بس العجوز بيعرفه ان موهبتهم في صناعه العلاج الاسطوري رهيبه جدا، ولكن للاسف المقاتلين البشر والعائلات بداوا في الهجوم عليهم وقتلهم، ولولا انه اكتشف المكان السري ده من الاف السنين كان زمانهم كلهم ماتوا. بعدها العجوز بيطلب من لو هاو يساعده وبيعرفه ان العشيره بتاعته كلها بيخدموا سلاله التنين من زمان، وبيحكي له ان من الاف السنين عشيره التنين كانوا بيساعدوهم وبيحموهم ولكنهم اختفوا فجاه عن العالم. بعدها العجوز بياخد لو هاو علشان يوريه كهف العشيره، وبيكون في كنز كبير جدا من الاكاسير والذهب موجوده بقالها سنين. الغريب بقى ان العجوز بيقول لو هاو ان هو بيمنحه الكنز ده كله مقابل ان هو يحميهم بس مش اكتر. لو هاو بيفكر شويه وفي الاخر بيوافق انه طول ما هو عايش مفيش حد هيأذي عشيرتهم. بنروح بعدين لجوتشين اللي بيبقى مع صديقه في الطائفه بيوريه الاكسير اللي هو صنعه واداهوله، ولكن بعد شويه بيلاقي مجموعه غريبه بتطلب منه ينضم ليهم، وجوتشين بيكون فاكر انهم من عائلته القديمه وجايين علشان يقتلوه، ولاننا لو نفتكر ان جوتشين اصلا كان بيحاول يهرب من عائلته علشان كده انضم للعشيره، ولكن الغرباء دول بيفهموه انهم مش من عائلته ومش عايزين يقتلوه. وواحد من المجموعه بيزهق من الكلام وبيهجم على جوتشين وده علشان يمسكه على طول، ولكن لو هاو بيظهر في الوقت المناسب وبيدافع عنه. لو هاو بيسالهم هم مين وعايزين يقبضوا على جوتشين ليه، ولكن قائد المجموعه بيطلب منه ما يتدخلش في امور مملكه اللولان. طبعا لو هاو ما بيهتمش وبيهجم عليهم. في نفس الوقت ده جوتشين بيفتكر الناس دي تبقى مين، وبيعرف انهم مقاتلين مقدسين ولسه هيقول للو هاو يوقف الهجوم، بيلاقيه خلص عليهم بكل سهوله. بعدها بيقول انهم جايين هنا ضيوف لمسابقه ضخمه بس طريقتهم كانت غريبه شويه. لو هاو بيقول له ان المسابقه الضخمه لسه فاضل لها نص سنه بس، وتشونج بيقول له ان الجدول اتغير والمسابقه اتقدمت، ولكن بيفضلوا يفكروا شويه وبيعرفوا ان السنه دي في طوائف كتير جدا قويه دعوهم للمنافسه، كمان غيروا وقتها فبيشكوا ان في حاجه غلط. لو هاو بيتصدم لما بيعرف من جوتشين ان عائله لو سوجاتشي جايه المسابقه، ولو هاو بيبقى مصمم على الانتقام لاسرته من لو سوجاتشي، واخيرا فرصته هتيجي لحد عنده. لو هاو بيلاقي صديق جوتشين بيحبه جدا وعايز يتعرف عليه، وده لانه واخده مثل اعلى، ولكن بيسيبهم ويمشي بسرعه علشان يرجع بالعلاج لموفي فان. لو هاو بيدخل عليهم بيلاقي العجوز الشانج بيستخدم طاقته علشان يسحب المرض من موفي فان، ولكن لو هاو بيوقفه بسرعه وبيطلب منه ياخد العلاج الاول، والعجوز الشانج بيكون رافض وبيطلب منه يديه لموفي فان، ولكن لو هو بيطمنه ان هو جايب كميه كبيره، وفعلا لو هو بيقدم العلاج لهم هما الاثنين، ولكن بعدها بيكلم العجوز الشانج وبيقول له ان اكيد موفي فان مش هيقدر يشارك في المسابقه الضخمه للطوائف. العجوز الشانج بيبقى عايز يعرف لو هو جاب العلاج منين، ولكن لو هو بيرفض يقول له لانه وعد العجوز من عشيره تيولينج ان هو مش هيعرف مكانهم لحد. بعد لحظات العجوز الشانج بيفاجئ لو هو ان هو عارف حقيقته وعارف ان هو من عائله لو هو بيعترف له بالحقيقه وبيعرف ان معاه مشاكل مع الافراد الاساسيه في العشيره علشان كده غير هويته. ساعتها العجوز الشانج بيطلب منه يطمن، وده لان كل واحد عنده ماضي وحش. بعدها بيطلب منه يحضر الاكل، وبعد ما لو مشي العجوز الشانج عينه بتتغير والشر بيملاها، وبيقول ان لو حد من عائله لو حاول يأذي لو هاو هيتصدى لهم بنفسه. لو هاو بيروح يستعد وبيطور من طاقته علشان فاضل اقل من شهر على المسابقه الكبرى، ولو هاو بيكون عنده فكره وهي انه يستخدم السيف الاسطوري من ميراث السيف في دعم قوته، ولكن جنيه المرايا بترفض وبتقول له ان قوه التنين كفايه عليه دلوقتي، لانه لو استخدم السيف ده مش هيستحمل الطاقه دي كلها وهيموت. ولكن لو هاو بيصمم انه يحسن من قوته علشان يقدر يتحمل طاقه ميراث السيف. لو هاو بيستعد بكل قوته لنهايات البطوله الكبرى اللي هتقام بعد شهر. شفنا طبعا وعرفنا ان موفي فان مش هيشارك معاه بسبب مرضه وانه لسه بيتعالج، وعلشان كده لو هاو مضطر يعمل كل اللي عليه علشان يكسب الطائفه بتاعته. وبعد مرور شهر بنوصل يوم بدايه المسابقه الكبرى، وبنعرف من المنظمين والقاده ان السنه دي هتبقى مختلفه، ولان مش الطوائف السته بس اللي هيشاركوا، لا ده كمان معاهم عائله مينج وعائله لو وكمان مملكه لاولين
القديمة. لو سانغشي بيعلن ان النهارده هيبقى يوم ترفيهي للتعرف على بعض، ومن بكره هتبدا المسابقات، وده بحيث ان كل المشاركين هيروحوا لوادي الألف وحش. لو هاو بيبقى مستغرب من اللي بيحصل وما بيكونش متوقع ان هو يشوف لو سانغشي هنا. مش بس كده، ده كمان بيشوف شياو، الشاب اللي شفناه كلنا في بداية الانمي بيعتدي على البنت، او اللي كان محضر الفخ لو هاو علشان يطرد من عشيرة لو هاو بيفضل حاطط عينه عليه هو واصحابه، وبيطلب من جوتشن يمشي هو علشان وراه حساب قديم لازم يصفيه. بالليل جماعة لو بيكونوا في الغابة وبيسمعوا صوت غريب من فوق الاشجار، بعدها بيلاقوا شخص مقنع بيهجم عليهم وبيقتل واحد فيهم، التاني بيترجى ما يقتلوش، والمقنع اللي هو اكيد لو هاو بيطلب منه لو مش عايز يموت يرجع ويبلغ لو سانغشي ان هو قتل شخص من عائلة لو والدور الجاي عليه. الشاب بيرجع للو سانغشي وبيبلغه بكلام لو هاو، وطبعا لو سانغشي هنا بيبقى مستغرب وبيكون عايز يعرف القاتل ده من انهي طائفة لكنه ما بيعرفش. بعدها لو سانغشي بيطلب منه ما يهتمش بالموضوع ويركز في المسابقه بتاع بكره. لو هاو بيرجع لجوتشن وبيلاقيه قاعد حزين مع صديقه، بيعرف ان كل حاجاتهم اتسرقت وما يعرفوش مين اللي عمل كده. جوتشن بيبقى متضايق جدا لان حتى الاسلحه بتاعتهم مش موجوده والمسابقه خلاص بكره ومش عارف يتصرف ازاي. لو هاو شكوكه بتبدا تزيد بخصوص المسابقه والناس الغريبه اللي انضمت السنه دي، فبيطلب من جوتشن يفضل في مكانه وهو هيروح يتاكد من حاجه كده ويرجع له. فعلا بيروح يجيب مجموعه من الاسلحه الخاصه بيه وبيديها لجوتشن وصديقه علشان المسابقه، وتاني يوم بيبقى موعد المسابقه الحقيقيه في ساحه وان شو. كل الفرق بتتجمع في المكان وبيبقى لازم كل مجموعه ينتشروا ويجمعوا اعشاب طبيه نادره، وبيرجعوا قبل غروب الشمس، واللي هيجمع اكتر اعشاب هو الفريق الفايز. لو هاو بينضم لجوتشن وصديقه بان وي وبيقرروا يعملوا مجموعه مع بعض، وبعد لحظات كل فريق بيبقى مكون من 3 اشخاص، والمسؤول عن المسابقه بينقلهم لمكان التنافس بتاعهم اللي بيبقى مليان بالوحوش، ولو هاو بيوزع المهمات عليهم وبيطلب منهم يتفرقوا، وده علشان يتحركوا اسرع وينجزوا المهمه في وقت قليل، وبيديهم اسلحه اسطوريه علشان يستخدموها. جوتشن بينجح في قتل مجموعه من الوحوش وبيجمع مجموعه من الاكاسير الطبيه، وبيرجع للو هاو وهو مليان فخر لانه جمع اكاسير كتير، لكنه بيتفاجئ ان لو هاو قتل وحوش اكتر بكتير، وبيعرف ان لو هاو جمعهم كلهم مع بعض وقتلهم بضربه واحده بس، وده علشان يقتلهم بطريقه سريعه. بعد شويه لو هاو بيفتكر ان بان وي لسه ما رجعش، فبيروح مع جوتشن علشان يدوروا عليه، ولكن بعد لحظات بيلاقوه راجع ومعاه شخص غريب وبيكون ماسكه زي الاسير، والشخص ده بيبقى لو زيتان، وده واحد من عائله لو اللي معاه خلاف قديم مع لو هاو. لو هاو طلب منه يسيب بان وي وبيقول له ان زمان كان بيهزمه لكن دلوقتي هو هينتقم منه اشد انتقام. طبعا القتال بيبدا بينهم ولو هاو بيقدر يقضي على لو زيتان بكل سهوله. جماعه لو بيبقى معاهم مجموعه من الرهاين وبيهددوا لو هاو انهم هيستخدموهم في الضغط على عشيره شوانجن، ولكن لو هاو ما بيهتمش، بيهجم عليهم كلهم وبيقضي عليهم واحد ورا الثاني. لو هاو بياخد جوتشن وبان وي وبيرجعوا تاني للعشيره بعد ما يخلصوا المسابقه، وهم في الطريق لو هاو بيقرر يحكي لجوتشن عن عداوته السابقه وانه دلوقتي هينتقم من كل الاشخاص اللي اذوه في يوم من الايام. العجوز الشيانج بيبقى مع زعيم العشيره اللي بيقول له ان المسابقه الكبرى اوشكت انها تخلص خلاص، وبيبقى مبسوط ان تلاميذهم عاملين اداء ممتاز، وبيكون واثق ان العشيره بتاعتهم هتكسب. العجوز الشيانج بيقول له بس التلاميذ بتوعه هم الافضل، وتشين ما بيرضاش يتناقش معاه. بعد لحظات واثناء كلامهم بيدخل عليهم قاده الطوائف الثانيه وبيقولوا لهم ما يفرحوش كتير، وده لان العشيره بتاعتهم ملهاش مستقبل وانهم ما يستحقوش يكونوا موجودين في الطوائف السته الكبار. تشين بيسالهم مال مين اللي هيبقى مكاننا، بيتفاجئ انهم بيقولوا له ان عشيره لو هي اللي هتنضم للطوائف السته الكبرى. شين بيتعصب لما بيعرف انهم عايزين يستبدلوهم بعائله لو، وبيقول لهم ان ده مستحيل حاجه زي دي تحصل. واللي بيتعصب اكتر بقى هو العجوز الشيانج اللي بيخرج، وساعتها بيخرج طاقه غريبه جدا وبيقول لهم لو حد يستجري يعمل معاهم حاجه هيواجه الغضب ده كله. زعيم طواف بيقول له انهم خاطفين مجموعه من التلاميذ ولو ما تنزلوش عن موقف هيقتلوهم. شين بيطلب من العجوز الشيانج ما يتصرفش بتهور علشان مستقبل التلاميذ دول. اثناء الكلام ده لو هاو بيوصل للمكان وهو رابط لو سانغشي وبيرميه قدامهم على الارض وبيسالهم مين بقى الطلاب اللي هتقتلوهم. زعيم الطائفه بيلاقي تلاميذه هم اللي مربوطين وبيطلبوا منه المساعده. العجوز الشيانج بيلاقي ان دي فرصته علشان يقوم يهجم عليه ويضربه ضربه قويه جدا، وقبل ما يقتله شين بيتدخل وبيطلب منه وقف اللي بيعمله ده، لانه لو قتلوا هيظهروا بمنظر القاتلين وده هيضر بالطائفه بتاعتهم. لو هاو كمان بيتدخل وبيطلب منه ما يعملش حاجه، وبيقول له ان معاه طار شخصي معاه، وبيطلب منه يسيبه للتلاميذ بتوعه يتعاملوا معاه. العجوز الشيانج بيرمي لو سانغشي على الارض وبيقول ان هو لو هاو رحمه منه. زعيم عائله مينج بيبقى عايز ياخد لو سانغشي والتلاميذ بتوعهم ويمشوا، ولكن العجوز الشيانج بيقول له لازم التلاميذ بتوعهم يتعاقبوا الاول. فعلا بيهجم عليهم وبيضربهم واحد ورا التاني، وبعد ما بيمشوا زعيم عائله مينج بيتكلم مع شخص تاني عن جوتشن وبيقول له ان هو شافه موجود هناك، وطبعا الكل عارف ان هو هربان من عشيرته، وبيطلب منه ان هو يقبضوا عليه علشان ياخدوا المهارات بتاعته اللي اكتسبها من عيلته. بنعرف بقى ان عائله جوتشن عندهم مهارات الخشب الاخضر، ودي مهاره قديمه جدا تنتمي لعصور ما قبل التاريخ، وعندهم القدره على تدمير العالم بيها. بيقولوا انهم لو حصلوا عليها ممكن يستبدلوها بدعم عائله مينج كلها، وبيطلب منه يروح بنفسه يحصل على المهاره دي. بنرجع مره تانية لتشين، والمره دي بيبقى في صف لو هاو وبيشكره على اللي عمله، لان من غيره العواقب
كانت هتبقى كبيره. بعدها بيطلب منه يرجع ويرتاح علشان قدامه يوم طويل بكره. لو هاو بيرجع مع جوتشين وبان وي والكل بيبقى مبسوط باللي حصل النهارده، الا لو هاو اللي بيفكر انهم لازم يبقوا حذرين مع لو سانشي وجماعته لانهم لسه خطيرين وممكن يعملوا ألاعيب خبيثه تانية. فعلا ما بيكملش تفكيره بيلاقي في هجوم شخص مجهول بيهجم عليهم في الغابه، وده بيكون القاتل اللي زعيم مينج بعته علشان يقبض على جوتشين. اول حاجه بيقول لهم انهم مش مضطرين للقتال، ولو جوتشين سلم المهاره الخاصه بعيلته، لكن طبعا لو هو بيرفض وبيقول له انهم مستعدين يشوفوا وشه التاني. المقاتل بيستخدم قوته الاسطوريه علشان كده لو هو بيطلب منهم يتراجعوا. لو هو بيبدا الهجوم لكنه بيلاحظ ان الخصم قوي جدا وقادر يصد هجومه بكل سهوله، وكمان بيهجم على لو هو بهجوم قوي جدا، ولكن لو هو بيستخدم قوه التنين الذهبي لصد الهجوم، وكمان ضرب الخصم ضربه قويه جدا بيقضي بيه عليها، ولكن لو هو بيحس بتعب شديد بعد القتال ده، ودي اول مره تحصل معاه انه يستخدم المجهود ده كله، وكمان بيبقى خايف ان قوه الارض الخاصه بيه تخلص، وده لانه استخدم 30% منها في القتال ده بس. ولكن لو هو عارف ان في اشخاص كتير دلوقتي معتمدين عليه وعلشان يقدر يحميهم لازم يطور قوته الخاصه. لو هو بيرجع يحكي لعجوز الشانج فبيستغرب وبيقول له انت في كام واحد عايز يقتلك يا ابني، عملت ايه لكل ده؟ ولكن بيطمنه بعدها وبيقول له ان هو هيديله حاجه علشان يدافع بيها عن نفسه، وبيرمي له حجر طاقه غريب، وبيعرف ان القطعه دي غاليه جدا ومهمه جدا لانه سلاح سحري وقوي. لو هو بيشكره عليها، ولكن عجوز الشانج بيقول له انا مش عايز الشكر، انا عايز فلوس، وهو بينسيب له هاو وهو راجع للطائفه بتاعته. وبنقف لحد هنا. هل بقى لو هو هينجح في انه يطور قوته الخاصه، وهل هيلاقي مساعده من عجوز الشانج وموفي فان في ده؟ هل في النهايه لو هو هيقدر ينتقم لاسرته ويقتل لو سانشي؟ ده اللي هنشوفه ونعرفه في الاجزاء اللي جايه، واللي العلم هي لسه ما اتكتبتش اصلا كمانجا، وعايزك تتاكد تماما ان اول ما نهايه القصه تنزل هنزلها هنا في القناه اول ناس. فعايز اقول يعني مويه يعني اللي فات ما كانش احسن حاجه في موضوع الدعم بتاع القناه كلايكات واشتراكات وحاجات من دي. فكل اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي، احنا هنبدا ننزل بشكل يومي ان شاء الله الساعه 8 او 7 بتوقيت مصر او السعوديه في واحد من الميعاد ده، وكل يوم هتنزل جزء جديد من حكايه مختلفه. فكل اللي عليك دلوقتي انك تتاكد من تفعيل جرس الاشعارات، وتتاكد انك عامل لايك الفيديو ده واشتراك في القناه، وده لان الحكايات اللي جايه هتنزل بشكل مستمر، وعايز دعمكم معانا الفتره اللي جايه دي عشان الكلام على دمار. سلام.